السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رايحة بينا على فين يا بلد؟ يا ناس يا خلق يا هو، يا عدمات الإحساس يا اللي بتقولوا الثورة خراب. تعال شوف الخراب، يا رب تشوفها في أخوك، في أبوك، في ابنك. يا رب تشوفيها وتشوفها في أخوك وأبوك وابنك يا رب. الراجل ولع في نفسه يا جدعان، الراجل ولع في نفسه يا جدعان. مستنيين إيه تاني يا مصريين؟ ربنا ينتقم من البهايم اللي في وسطينا يا جدعان. يا جدعان يا جدعان، احنا وصلنا لمرحله لا يرثى له والمشاهد جايه. الناس خلاص كفرت يا جدعان، بتقولوا بتسب الدين وزعلان. السيسي خرج الناس عن دينها وعن ملتها. السيسي خرج الناس عن هدومها. الناس بتولع في نفسها، الناس بتولع في نفسها. الراجل حرق روحه قصاد الشرطه. اخوان صح؟ اخوان ها؟ يا جدعان يا جدعان، احنا في منعطف خطير، منعطف ينكون متشبثين بواحد بفرد، واحنا عمالين ننتحر ونولع في نفسنا ونموت بالجوع لحساب مين يا بهايم اللي عايشين في وسطينا؟ البهايم اللي بيقول لك الثوره هتخرب البلد. شايف يا جيش يا شرطه يا قضاء؟ شايف يا هيثم بيه؟ شايف يا احمد يا جمال يا ابو التركي يا معرس يا اللي من الصعيد يا معرس يا اللي عندك جاموستين وعندك 60,000 جنيه وبتبعت 6,000 جنيه لأهلك والناس تموت؟ صح يا ناس؟ صح يا بشر؟ وتيجي تتكلم يقول لك يا زيكا ما تغلطش. يا عم ما تغلطش ايه؟ بطلوا تغلطوا في حق بعض بقى يا جدعان. خلي عندكم دم بقى يا جدعان. التقل في بعض بقى، التقل في بعض. انا هوريك احمد جمال بيقول ايه. احمد جمال ده من سوهاج بيطبل، طالع يعرس من الكويت المعرعر. انت يالا مش محترم يالا، انت يالا ما عندكش شرف يالا ولا عندك، ما تفكرش غير في نفسك. ما انا عندي جاموستين وعندي 60,000 جنيه في البنك وببعت كل شهر من الكويت 6,000 جنيه. انت ابن حرام، انت صعيد، انت عرس ابن متناكه. تعالى يا معرس يا متناك انت وهيثم، شوف الراجل بيولع في نفسه يا كلاب. انا اسف يا جماعه، انا منفعل يا جماعه. تشوفوا المشهد معايا دلوقتي. انا من ساعه ما شفت الفيديو وانا اعصابي تعبانه. انا عمال الم فيديوهات الناس عشان اوصل الصوت واسمع هيثم بيه واحمد جمال ابو التركي المعرس اللي في الكويت. يا معرس يا شرموط، انت صعيد انت بتتناك يالا. انت صعيد انت. ربنا ينتقم منكم يا اخي، ربنا ينتقم ويا رب تشوفها في عيالك. يقول لك الامن. احمد جمال ابو التركي بيقول لك الامن، بيطلع على الفيديوهات ويقول لك انا بسترزق من الصفحه بتاعتي واحنا نتخون مأجورين من تركيا وقطر وربنا عالم بظروفنا. انت خول يالا، انت خول يالا على دم ناسك يا خول. الراجل ولع في نفسه يا متناك يا ابن المتناكه، يا صعيدي يا معرس يا ابن المتناكه. استغفر الله العظيم يا رب. متشبثين بفرد يا جدعان، متشبثين بفرد. البهايم اللي في وسطنا يقول لك الثوره هتخرب والناس بيولعوا في نفسهم اهو. متشبثين بفرد والناس بتموت من الجوع يا جماعه. لو اقول لكم كميه الناس اللي عمالها عايزه مساعدات يا جدعان، هساعد ازاي ولا اعمل ايه؟ ولا يا جدعان وقفوا لبلدكم يا جدعان. لو كميه المساعدات، مين يساعد مين يا عم؟ ساعد نفسك وعيلتك وبلدك. الدنيا خراب يا جدعان. يا جدعان ما حدش هيرجع حقنا كلنا غير وقفتنا مع بعض. ويقول لك الثوره خراب. يا ولاد الشرموطه يا الشراميط يا بتوع العسكر انتوا، يا ولاد الحرام يا اللي قاعدين عمالين تفتتحوا في الجمبري وفي هوريك الخبر. وقلت لك الكتاكيت اللي بيقتلوها وبيعدموها والمزارع عشان بيشتروا صفقات. مش قلت الكلام ده يا جدعان من يومين؟ مش قلت الكلام ده من يومين؟ مش قلت حالة الكتاكيت دي وموت الكتاكيت والسيطرة على المنتج المحلي، على المزارع؟ رايحين يستوردوا فراخ مجمدة، رايحين صفقات مجمدة مشبوهة. وقلت الكلام ده ما حدش صدقني. يا زيكا انت عايز تخرب البلد يا زيكا، يا زيكا انت فاهم ايه؟ انت يا زيكا انت حرامية يا زيكا، بيحكموك يا زيكا وانت قاعد في الانتيكا مأنتخ على اريكا. فوق يا ابن البغم انت واخيكا، فوق يا بعث يا خاين يا عميل، يا خونة لأرضكم ولناسكم ولعيالكم ولأجيالكم. فوقوا يا ولاد الكلب، ولاد الكلب الشراميط اللي يقول لك الثوره هتخرب البلد. فوق يا نعجه يا بنت النعجه انت وهي. فوق ربنا ينتقم من غبائكم يا عالم يا سذج
يا بهايم. قلت لكم هيطلع اشكال يا جماعه، تمرهلكم بالكلام. هوريك الفيديو بالله عليك يا رب تشوفها في ابوك وفي ابنك وفي اخوك، في اي بيت في مصري، واي واحد يعارضنا في اللي بنقوله عشان ربنا ينتقم منكم. هم خايفين انك تطلعوا عليهم، هم خايفين انك تطلعوا عليهم، وعمالين يرهبوكوا ويخوفوكوا بالجيش وبالشرطه والطرف الثالث. تعالى يا هيثم يا معرس، تعالى يا هيثم يا علق. يا رب تشوفها في ابنك، يا رب انت تولع في بيتك، عشان شرطتك المتناكه خلت الراجل ولع في نفسه وهدموا له الكشك من غير بديل. يا ولاد المتناكه، يا علم يا متناكه، يا ولاد 60 متناكه يا جدعان، فوق يا شعب مصر يا جدعان. الناس دي بنت دين كلب، الناس دي كفره، الناس دي كفره ملعاده ولاد احبه. انت اللي راكب الموجه وانت الاقوى يا مصري، نايم على بطن دين اهلك ليه يا ابني؟ فوق. تعالى اوريك الفيديو اللي هيقول لي انت بتسب وبتعمل. دول كفره مالهمش دين، دول كفره. اطلع طلع دين امه، اطلع طلع دين امه. يا ولاد الحرام، يقول لك عايزين يخربوا البلد يا ولاد المتناكه، يقول لك عايز يخرب البلد، الناس بتولع في بعض. الشوائب دي هتفضلوا تتفرجوا عليها لغايه امتى؟ هتيجي بيتك، هتيجي دارك. واحد طلع يكلمني بالجرافطه ويقول انا عندي اللي عامل 3 مشاريع لعيالي، والتاني طلع يقول لك انا حزب كنبه. احمد جمال العرس السعيد المتاك يا سعيده، لموا المتاكين يا سعيده. يا ولاد المرة المتناكة، يا ولاد المرة المتناكة، عودمات الإحساس، يا ولاد الزانية، يا ولاد المرة المتناكة. واحد طلع لي بيقول لي بعمل 3 مشروعات وموقوفين لابني، والتاني بيقول لك بجيب 5000 جنيه لعيالي، وعندي جاموستين و60. ينعشتين أبوك ولادين كلب، والله أنتوا كفرة. محدش يقول لي بتسيب الدين، بسيب الدين للكفرة، مش دين إسلامي. أنتوا لو مسلمين حقا ما تسكتوش على البلد، ما تسكتوش على بعض، ما تسكتوش على حياتكم يا جدعان اللي فاضله. ايه الحلاليف دي؟ محدش بيسب دينه يا بهايم، دول كفره. اسمع قصيده دين ابوهم اسمهم ايه؟ دين ابوك اسمه ايه؟ لا اله الا الله، والله يجيلي جلطه يخرب بيوتكم يا بهايم، يا ولاد الكلب، يا ولاد الكلب، يا حوش، يا علم، يا جعانه، يا اكله السحت، يا بهايم. ثوره تخرب، ما خربت يا ابن المتناكه انت وهي، ما خربت يا ابن الزانيه، يا ولاد اللقطه، يا معرسين، يا جبنه. الراجل ولع في نفسه، شرطتك المتناكه تطلع يا جدعان. فوق بقى، فوق بقى. الراجل بيولع في نفسه يا جدعان، الراجل بيولع في نفسه يا بهايم، يا ولاد الاحبه، يا بتاع الثوره ما تخربش، الثوره تخرب البلد. الراجل بيولع في نفسه يا جدعان، الراجل بيولع في نفسه يا جدعان، الراجل بيطفوه يا جدعان اهو يا جدعان. الراجل ولع في نفسه يا جدعان، يا شرطه يا جيش يا ابن المتناكه. دين ابوكوا، اطلعوا طلعوا دين ابوهم. انت بتقول لي يا زيكا انتوا عايزين تخربوا البلد؟ هم قلطوا مع البهايم اللي عايشه في مصر يا جدعان. في بهايم يا جدعان هتجيب لنا جلطه يا جدعان، والله العظيم هتجيب لنا جلطه.
يا جدعان البلد خلاص خربت يا جدعان، يا جدعان انهارت خلاص. اطلع طلع دين ابوهم يا عم، اطلع طلع دين يا جبان يا ابن الجبانه انت وهي. اطلع طلع دين امه يا عم. هو ده اخويا ده اللي يحرق في نفسه كده عشان يديله الكشك كده والناس تقعد تطفي فيه، وهم يطلعوا يفتحوا الجمبري والصبيط يا ابن الشرموطه يا خول يا هيثم يا معرس يا ابن المتناكه. كلمتك بالادب يا ابن المتناكه، وادينا اهو شايفين الموت للناس. انتخابات ايه والبلد هتولع وهيضربك الناس بتولع في نفسها يا احمد يا جمال. وريتكوا هيثم بتاع كلمه مواطن. انا بشتم امك عشان انت ما عندكش دم، انت معرس ابن متناكه. يا جماعه انا لسه شايف الفيديو من شويه، انا شفت الفيديو دم فار يا جدعان. قلت يا جدعان المؤشر جاي اهو، قلت لك هم عمالين يبهموك يا جدعان. والله قلت الكلام ده، والله وحياة غربتي موعى ارجعها البلد دي وقولوا عليا يا زيكا انت عايز تخربها. يا عم انت اللي عايش وكل خرا واستنى موتك. يا عم انت اللي عايش وان شاء الله تولع بيكوا كلكم وتولعوا في بعض. الشواهد اهي عشان واحد ابن متناكه جاسوس، وعشان مكاسب العسكر واليهود والصهاينه والمنتفعين وهيثم وحزب كنبه ابن المتناكه الصعيد اللي في الكويت. ها احمد جماعه بشتمك يا ابن المتناكه. شفت الفيديو يا ابن المتناكه ولا لسه؟ تعالى اوريهولك يا ابن المره المتناكه. تعال هتقول لي عيب يا جدعان. العيب اللي ساكتين عليه يا جدعان، العيب اللي ساكتين عليه. والله لا تاكلوا بعض، والله الاحلام والكوابيس حلمتها على الشعب المصري. والله لا تولعوا بعض وتبقوا اشلاء والفوضى هتعم بسكوتكم. والله وعلى ما اقول شهيد. ويطلع واحد يقول لك انت خاين، انت بتحزق، انت بتمثل، انت بتتنيل وانتوا عمالين تولعوا في بعض. صبرا انا ياسر، انتظر موتك. مش انت شايف ان انت بتجيب 5-6 آلاف جنيه يا احمد يا جمال يا بتاع الكويت يا اللي انت على السوشيال ميديا والناس عارفاك كتير ابو التركي؟ مش انت بتجيب 5-6 آلاف جنيه وحزب كنبه زي ما انت قلت؟ خليكوا يا حزب كنبه اتفرجوا، والامان والسلام وبابك لسه ما جالوش الخطر. يا رب يا احمد، يا رب يا احمد بيتك يولع بكل ناسك بالبهايم بتاعتك عشان تعرف ان الله حق وتطلع تشخر وتسب المله للكفره زي كده. لان انا حاسس بالناس، انا زيهم، انا حاطط نفسي مكان الراجل اللي اتحرق ده. لو كلنا نحط مكان بعض في نفس الموقف، لو كلنا واحد ونحط نفسنا نفس الموقف كل واحد بنشوفه، والله ما هنسكت لحظه. مش هنستنى 11/11، والله ما نستنى 11/11، والله ما نستنى 11/11، وعلى ما اقول شهيد. انما كل واحد مستني الخطر يجيله عشان يعرف ان الله حق. كل واحد بيقول يلا نفسي. ليه يا رب؟ يا رب كل اللي بيقول الثوره خراب وما يلحقش بلده يا رب يولع زي الراجل ده كده، والولعه تمسك في بيته بكل عياله وبكل عيلته عشان البلد رايحه للخراب. وده انا احنا قاعدين لكم. شوفوا بقى يعدي المؤتمر المناخ 18/11 مش بعيده. والله لا تلومن الا انفسكم. واقول لكم انا طلعت كان مصاريني بيطلع مني ودمي محروق وانت ولا حياه والله صحيح احنا اسفين. انت كنت صح، انت كنت ما اعرفش ايه. محننا بقى محن المصريين ده. بس هيجي اليوم اللي مش هينفع فيه ندم. وتذكر كلامي، والله العظيم لا تولعوا في بعض وتاكلوا بعض بسكوتكم. اصلها كده خربانه وكده خربانه والعرض سالها. حسبي الله ونعم الوكيل. مش هقدر اقول اكتر من كده. حسبي الله ونعم الوكيل عشان انا ما مملكش غير صوتي الان. ما مملكش غير صوتي الان. بس هنزل لكم وحياة ميتين ابوكم لن طهر البلد دي، وحياة اللي نفضوكوا يا عجاز العسكر يا مناديب الاستعمار والصهاينه لن طلع دين ابوكم. هسمعكم صوت الناس عشان مش قادر اتكلم. حاسس ان هيجيلي جلطه. الحته اللي ورا دي خلاص حاسس انها هتنفجر مني. الجزء ده كله
حاسس انها هتطير مني، عمال بص تخبط كده. مش قادر، مش قادر، عشان انا حاطط نفسي مكان الراجل ده. يا جماعه المشاهد دي شفناها كتير، واللي جاي اخطر والله العظيم. يا ابني ما تستهونش بكلمتي، والله يا ابني انا مش عايز حاجه من البلد، ولا عايز تخرب، ولا حد بيدفعني، ولا انا مأجور، ولا عايز حاجه منكم يا جدعان. عايزكم تبقوا بني ادمين يا جدعان. يا جدعان دي مش دول مصريين يا جدعان، مش احنا مصر دي، مش دي مصر يا جدعان. خلي عندكم دم بقى يا جدعان. يا جدعان فوقوا بقى في كفاكم جبن وخوف يا جدعان. هي متولى اكترين عارفين اللي خلقهم ابن استغفر الله العظيم، اللي خلقهم لوسيفر، اللي خلقهم لوسيفر ملعب ابن مداكه. دول مش بشر، دول يا جماعه، دول يا لهوي يا جدعان. انا العوض من العوض فيك يا مصر الى بعد حين، لما الشعب يرجع كرامته ويقوم يقف على حيله، ونرفع راسنا ونبقى بني ادمين. استغفر الله العظيم يا رب، يا رب سامحني، يا رب، يا رب سامحني. والله يا سيسي ما هنسيبك يا ابن المرة المدناكة، والله ما هنجيبك من بطن امك يا ابن المدناكة. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. حطوا نفسكم مكان الراجل ده يا جدعان، فتح بيت ده طيب، والناس اللي بيصوتوا على بنته، والست اللي بتصور. حطوا نفسكم مكان العيله اللي الراجل حرق نفسه. يا ولاد الكفر يا شرطه مقرصه، سبتوا الدنيا كلها وعايزين الكشك بتاع الراجل الغلبان. يا راجل ده انت المفروض الدوله هي اللي تساعده. هاتوا له بديل طيب، يشحت ولا يسرق ولا هيسرح مراته ولا. يا عم حسوا بقى ببعض بقى، حسوا ببعض بقى. البلد انهارت بقى، البلد مش مشروعات وحيطان يا جدعان. البني ادمين اللي بتشوفوها حواليكم وانتوا منهم. مصيرك جاي، مستني ايه تاني يا بني ادم؟ هخلي عندك دم انت وهي يا جدعان. مفيش امل في الناس دي، الناس دي والله العظيم امتلكت كل شيء في مصر خلاص، مش هيسيبوها الا لما انتوا تقفوا لها. والله لا انتخابات ولا كلام معسول ولا اي حاجه. عليكوا على اعدائك يا اخي، عليكوا على اعدائك واضحين يا اخي. كفاكم مرهمه بالكلام يا اخي، وتقول لي ثوره خراب. اي خراب عايشينه ومستنيين عشان نقول ثوره خراب، عشان نتحرك نجيب حقنا. هل يعقل؟ هل يعقل؟ بلد بتنباع يا هيثم يا ابن المدناكه، بلد بتنباع وانت بتتكلم بتبرم الشعب وتقول لهم انتخابات. يا احمد يا ابن العرس يا اللي في الكويت يا مقرص، بلد انهارت واتباعت وتاريخها اتسرق، وانت طالع على الشاشات يا ابن المدناكه تقول انا حزب كنبه وباخد 5-6000 جنيه. يا جدعان اتقوا الله في غيركم يا جدعان، يا جدعان اتقوا الله في غيركم يا جدعان. ده ربنا هيسلط غضبه على الكل. يا رب يا رب نجي الصالح فيها، واهلك كل منافق، اهلك كل ظالم يا رب. شعبا وجيشا وارضا وشرطة وجهات سيادية وجمال مبارك والدولة العميقة، ربنا ينتقم منكم كلكم. انتوا اللي اوصلتونا للحال ده بس ورب الكون. طول ما احنا فينا نفس نكون عليكم، ولو طولنا الارض هنحاسبكم نفر نفر، هتتحاسبوا نفر نفر. عشان هو قاعد في المكيف وقاعد في الفيلا والشاليه بتاعه، والظباط بتوعهم الكلاب. يا عادل يا جعفر يا ابن المتناكه يا بتاع عم تحت، هيطلع ميتين امك يا عادل يا جعفر. انا بكره دين امك يا ابن المتناكه. يلا اغتصبت نسائنا يا ابن الوسخه، يا عديم الشرف، يا عديم النخوه، يا عرس يا ابن المتناكه. والله يا مصريين اللي جاي سواد عليكم والله. وتذكروا كلامي، والايام بينا، الايام بينا. تقولي انت بتبكي ليه يا سيكا؟ انت ضعيف. انا حزين يا ابن الموكوس عليك يا جاهل يا اللي بتقول الثوره خراب. انا حزين يا جاهل يا معبوس بعقلك يا كلب. لا اله الا الله يا رب، يا رب. يا عيني عليك يا بلدي. فيها بهايم كتير والله، فيها بهايم كتير والله، فيها بهايم وسذاج كتير يا جدعان. لا اله الا الله يا رب. يا جدعان الحقوا بلدكم يا جدعان، الحقوا بعض. طب بلدنا اتسرقت، الحقوا بعض. طيب ما هو مش هينفع ايد لوحدها ما بتسقفش. بص داخلين يضحكوا ازاي. شوف ابو علي
شوف ابو علي داخل يضحك، حسبي الله ونعم الوكيل. يا رب تشوفها في امك وفي اختك وفي عيالك وفي بناتك وفي ولادك كلهم. يا رب يا رب تموتوا محروقين كلكم. يا رب يا رب يرسل عليكم طيرا ابابيل وحجاره من سجيل تولع في بيتك انت وانت قاعد تتفرج على ولعتك انت واهلك وناسك. يا رب يا ابو علي، وينجي الصالح فيها البلد دي يا رب، وكل واحد امثالك. اضحك اضحك، والعبره في الخواتيم. وحياتكم سمكم هنرحمكم. الشعب ده لازم يطلع دين ابوكم، يطلع دين اللي نفضكم يا ولاد المتنكه يا صهاينه يا يهود. يا يهود يا ولاد المتنكه اللي امتلكتوا البلاد والعباد. يا يهود يا كلاب اليهود والصهاينه. يا خنازير يا ولاد المتناكه. يا حيوانات منويه يا ولاد الاعبى. نعلتين اللي نفضتك يا ابو علي انت وامثالك. مره متناكه عندهاش شرف ولا نخوه، جايبينك من اب مش عارفين مين ابوك يا ابن المتناكه في شهاده الميلاد. يا خول يا لقيط يا ابن اللقيطه. حسبي الله ونعم الوكيل. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. خلى الناس الشباب ثبت الدين يا جدعان، خلى الناس كفرت يا جدعان. والله الشباب سبوا له الدين يا جدعان. هو دين امه اسمه ايه اصلا؟ اسمعوا قصه الدين ابوكم اسمها ايه؟ دين ابوك اسمه ايه؟ والله لا شغلها لكم بس في اخر اللايف عشان في اصوات ناس كتير مش صوتي لوحدي. وبعد اللي شفتوه ده علي صوتكم، علي صوتكم، حرك نفسك، علي صوتك، فك قيودك، اكسر خوفك. انتهت. بص هقول لك حاجه، قلبوا الترابيزه عليهم يا جدعان. ما ينفعش السكوت، ما ينفعش انتخابات. اسمعوني والله اليهود ممتلكين البلد والله العظيم. والعسكر خدامين الصهاينه واليهود. العسكر خدامين الصهاينه واليهود اللي بيحكموا جيشك. والله اسال شرفاء جيشك وهم يقولوا لك. اسال الاصوات اللي هوريها لك دلوقتي، وهوريك ضابط الشرطه اللي بيهددكم بالارهاب ويطلعوا يخوفوكوا، والطرف الثالث والطرف العاشر. يا جدعان احنا عرفنا يا جدعان من 2011 ما بتتعلموش الدرس. عرفنا مين عدونا ومين حبيبنا. فوقوا بقى، فوقوا ارجوكوا. اتوسل ابوس ايديكم ايد لاب وام يا جدعان. حركوا عيالكم، هتموتوا انتوا وعيالكم. والله لا تموتوا، ما بهولش. والله المشهد باين وسايبينكم تضربوا تمانيات في سبعات. بيشوفوا يعدوا ازاي من الازمه، والله بيشوفوا يعدوا ازاي من الازمه. يا دينهم يا جدعان، افهمونا بقى، افهمونا. مش عايزين خراب، والله الخراب اللي عايشينه، الخراب اللي قادم عليكم، الخراب اللي هتشوفوه بسكوتكم. طول ما انت قافل ده والله لا يطلع ميتين اللي جابك. مخنوق يا جدعان، مخنوق، معبي يا جدعان. هتجنن يا جدعان، هتجنن والله. قولوا عليا انت سيكا اهوج، انت متسرع، انت. ما فيش يا جماعه وقت يا جماعه للكلام ده. قولوا عليا اللي تقولوه، بس الحقوا نفسكم قبل ما تموتوا كلكم موت جماعي. والله لا يحصل. بيشوفوا لكم مصيبه، والله الكواليس لسه ما كشفتش عن المصيبه اللي بيحضروها لكم. انا اتوقع اي حاجه يعملوها بسكوتنا، والله العظيم اتوقع اي حاجه. والله ما عندهم امان ولا شرف. والله على ما اقول شهيد. واشهد على نفسك يا مصر عشان انتوا خنقتونا بجد، خنقتونا. تستحقوا من الله، تستحقوه والله. تستحقوا السيسي بسكوتكم، والله تستحقوه. عاطل في باطل، صالح في طالع. انت عارف قبل ما نطلع ثوره جارك الجزمه ابن الجزمه تربطه في بيته قبل ما تخرج عشان هنحاسبه. اوعى حد يفكه من الرباط. الحمار ابن الحمار، الخاين الجاسوس اللي بيدعم الكلب. انت عارف دي؟ ما بقولكش اقتله، احنا مش عايزين نقتل بعض، احنا عايزين نلحق بعض بنموتنا احنا بسكوتنا. والله ما عايزين خراب يا جدعان، هم اللي عايزين يخربوها. هم اللي عايزينك ترتضي بالخراب وانت ساكت. طب ما هي مش خربانه، هو قال كده خربانه وكده خربانه. ما نطلع هنلحقها بطلوعنا احنا. ليه نموت منتحرين؟ ليه نولع في بعض كده؟ ليه؟ يرضي مين يا ناس؟ يا ناس حرام، يا ناس حرام. فرجتوا علينا أمة لا إله إلا الله بسكوتنا. مش بنادي الكلاب اللي بيحكموها، مش بنادي الخونة والجواسيس بسكوتنا. أنا بناديك أنت يا مصري، يا مصرية. تقبلها على أبوك، تقبليها على جوزك. اعتبري العيال وهو خلاص مش نافع نفسه تاني، ممكن يكون مات. مين اللي هيساعد العيلة دي؟ مين اللي هيساعد الست زوجته وعياله؟ رد انت.
بالله عليك رد. طب ردي، تردها على نفسك. طب ساكت ليه؟ الثوره خراب صح؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ربنا ينتقم من كل ظالم. والله العظيم انا يا جماعه، انا يا جماعه والله حلمت بالكوابيس وحشه على مصر. والله حلمت باشلاء بتطير ودم مال الشوارع. والله حلمت بيها، لان فوضى، دي فوضى اللي احنا عايشين فيها، فوضى اللي احنا عايشين فيها، فوضى اللي احنا عايشين فيها، فوضى. حسبي الله ونعم الوكيل. مش مسامح كل واحد بيغلط في حقي وبتهمني باللي مش هسامحك. وعند الله تجتمع الخصوم، شخص ست او راجل، بالذات المصريين، مش هسامحكم وربنا ينتقم منكم. تمام؟ اللي هيتهمني بشيء ولا يغلط في حقي والله ما مسامحك، وعند الله تجتمع الخصوم. مش هسامح، النقطة دي مش هسامح فيها. يا دين امي، الراجل ولع في نفسه. ست هسبت قالت يا دين امي. معنى كده يا جدعان ان هي بتسب الدين؟ يا جدعان اللي عايشينه ده الناس خرجت عن شعورها. يا جدعان افهموا، ما حدش بيسب دينه والله. ما حدش. ده احنا اكتر ناس بنحب ديننا يا جدعان وبنحب وطننا يا جدعان. احنا بنحب البلد يا جدعان. وانا عشان مش عاجبني حالنا يا جدعان يبقى انا خاين وعميل؟ هو انا عشان مش عاجبنا اللي بيحصل فيها يبقى نسكت عليها؟ مستحيل 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 على جثثنا. احنا بنموت كده كده اصلا، والله بنموت كل يوم، بنموت بالبطيء. مخطط صهيوني محكم. والله سياسة يهود يا ناس، والله سياسة يهود القضاء علينا. فهموا بقى، هو نفسه قال يا ابن الحرام انا جاي هنا عشان مش مطالب انكم تعيشوا. هو قالها في مؤتمر من المؤتمرات ورجعوا لها. الناس اللي بيعملوا مونتاج دوروا على المقطع ده ونزلوه، خلينا ننشره ونشيره في كل مكان. شيروه عشان الناس تتاكد من اللي احنا بنقوله. يبقى مين الخراب؟ يبقى الثوره ازاي خراب؟ هو قال كده خربانه وكده خربانه. هو قال انا لا هسيبها لا تنفع ليا ولا لغيري. هو قال كده بسكوتكم. لما استشعر الخطر عمال يضايق عليكم. النصبايا بتاعت المزارع الدواجن، الكتاكيت كلها ماتت في المزارع ولسه بتموت والازمه مستمره، ورايحين يشتروا فراخ مجمده من بره، صفقات مشبوهه، وكل يا معلم مسمومه وذبح غير حلال. يقول لك ما تسيبش الدين. الناس خرجت عندنا. اوريك الشباب، اعذروا الشباب يا جدعان. يا عم المؤمن المتقي الصالح ما حدش بيسيب دينه والله، بس السيسي خرج الناس عندنا والله. شوف الفحش اللي احنا وصلنا له. لا اله الا الله. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. لك الله يا مصر، لك الله يا مصر. لك الله يا مصر. اخوكم بيحرق نفسه عشان الشرطه عايزه تزله الكشك اللي بياكل منه عيش. راح مولع في نفسه. قال لهم تجيلوا الكشك ليه؟ انا لما اموت واولع في نفسي يمكن تسيبوا لي يبقى عندكم ريحه الدم يا اولاد الزنا، يا شرطه مع الراسه، يا نظام منيوك، يا نظام عديم الشرف والنخوه صهيوني يهودي. خلي بالك اسرائيل فرحانه. تشوف واحد زي كده، هم عايزيننا نبكي وننوح. والله بيتابعونا الان اليهود بيضحكوا. شوف المصري. يا بتوع 6 اكتوبر والاحتفالات. اسمع يا عرب يا مصري. والله قاعدين ورا الكواليس عمالين يضحكوا. الصهاينه بيضحكوا علينا، اليهود بيضحكوا علينا دلوقتي واحنا بنبكي وننوح على بعض. والمشاهد الحرق والخراب اللي عارم في مصر. شفت اصل عشان الاخوان ارهابيين يا جدعان، والصهاينه بيضحكوا من وراء الكواليس ونفذوا عليكم المخططات. كلتوا بعض عشان خلاف سياسي مع الاخوان وقالوا لكم انهم ارهاب، وده فكر الشيطاني الصهيوني، هم اللي ابتدعوا ان الاخوان ارهاب. كلتوا بعض، كلتوا جزء منكم المسيحيين والاخوان والايديولوجيات واي فكر في السجون مرميين، والكل ضايق الكاس. انتوا كده بتحبوا مصر؟ هتقولي واحد في اللي انا بقوله بيحب مصر قدي. واقول لك على حاجه يا اخي، افتحوا لنا الطريق خلينا ناخد طلقه.
انا مش عايز اعيش في العبث والنفاق اللي انتم عايشيننا فيه ده. عمالين نشحتكم على بلدكم وعلى دينكم. اقول لك على حاجه يا اخي، اتحركوا. طيب انا عايز ادخل، انا عايز اموت. انا اعيش ليه؟ انا ممكن من اللي بشوفه اعمل زي الراجل ده وانتحر، اقولها في نفسي وانتحر زي ما بتنتحر، بس متكفر. بس انا مش قادر اعيش واشوف بلدي كده. دي بلدي يا جدعان، دي بلدي، والناس الحرام اللي الغلابه اللي بيعملين ياكلوا بعض دول وسايبين الدنيا ما تعمر، ورايحين يفتحوا افتتاحات جمبري وخطوط جمبري وخطيط جمبري. يا فندم الفريق اول ما اعرفش مين. حرام عليكم يا جدعان، والله اللي بيحصل فينا ده عبث وغير مقبول. والله ما هنسامحكم ولا هنسكت عليكم. لازم الفساد يتحاسبوا، لازم نهدم هرم الفساد، ومش هينفع غير بيا وبيك يا مصر. لازم هرم الفساد اللي على رأسه الخنزير اللي متشبثين بيه، والناس بتموت وبتنتحر وبتولع في نفسها وبتخرب بيوتها وحوائلها. لازم نقف له. تخيل. ولا انت هتفضل طول عمرك بيستخدموك؟ ما تعرفش انت يبقى ليك قرار عشان ربوا في قلبك الخوف، الرعب، الجبن. عيالك هيموتوا وهتتحرقوا كده على قلبكم وعلى قلب ناسكم وانتوا بتولعوا ببعض وبتنتحروا. الجوع جاي. شوف مشهد الكتاكيت، ودي سياسه بينفذوها عليكم في الاقتصاد عشان يدخلوا الدواجن. خد بالك، قتلوا ارواح قد ايه من الكتاكيت. تطلع فراخ دي ويبقى في ثروه دواجن برخص التراب، تمام، ويتعرض في السوق. انما لا، سياسه يهود صهاينه. لازم نموتكم. ادينا بنموت الكتاكيت، استنى دورك. والراجل بيولع في نفسه. كل ده والبرود اللي فيا. حسبي الله ونعم الوكيل. عند الله تجتمع الخصوم يا حاتم. الراجل ولع في نفسه يا ناس. شايفين الراجل ولع اهو يا جدعان، بيطفوه. الراجل ولع اهو يا جدعان. لا حول ولا قوة الا بالله. سلم يا رب، سلم عليك يا مصر. والله لا يجدوكم ويسيبوكوا تموتوا بعض وانتوا تنتحروا وتولعوا في بعض. شوف الراجل ولع في نفسه. الراجل ولع في نفسه. تحيا مصر، تحيا مصر. ايه رايك يا احمد يا جمال ابو التركي؟ هتقول لي انت بتتكلم عن الناس دي ليه؟ ما الناس دي الناس بتسمعها يا جماعه وتصدقها نفسها. واحنا مش عايزين ثوره، احنا ملناش في ثوره. يا عم ثوره ايه يا عم؟ ده انت انتفاضه، لازم تخرج على كل المظالم اللي انت عشتها، على دم اخواتك اللي في رابعه، اللي انت كنت مختلف معاهم سياسيا في الحكم. في الاول وفي الاخير هو مصري. مصريين يا بهايم، مصريين يا بهايم، مش عشان واحد قاعد في التكييف والفلل والقصور اللي بناها بعرق المصريين كلهم. اختلف، ما عنديش مشكله، انما ما تقصوناش يا بهايم. ما تخلوناش نسكت على حقوقنا يا بهايم. ده ما ينفعش يقعد فيها لحظه يا جدعان. والله ما ينفع يقعد فيها لحظه. الكلب الخنزير هو اللي حواليه، وانت لسه مصدق ان احنا في دوله وهو قالش بدوله. انت عارف المشكله في ايه؟ فينا اذلاء وارتضوا بالذل. يا ابني الفرق اللي بيني وبينك ان انا مش هقبل بالذل ومش هسكت على البلد، وهنزل كتفي في كتفك وهتشوفني. ده لو كان فيها عمر. انما لو نزلت ومت تبقى افتكرني بالخير وقول فعلا احنا ظلمنا ناس كتير. ولا ما بتتعلموش من رابعه العدويه والمذابح، 9 مذابح اللي عملها في رمسيس، والحرس الجمهوري المنصه 1 والمنصه 2. هشام بركات قلت لك كوبري الرابعه العدويه، ما انا قلنا بقى هشام بركات. ولا بتنسوا؟ الدم بيؤرقه وهو عارف انه ايده ملطخه بالدم وسافك دماء. هو يعلم ده وبينام بمهدئات ابن المرة الشرموطه. الخول العرس اللي بيحكمها، العرس اللي العسكريين طلعوه ركبوه على كتاف مصر وبادوا الشعب المصري. كلكم خونه وشركاء، اذا كان عسكري ولا ضابط كبير. ربنا يتم منكم.
مش هنسكت على بلدنا. قولوا علينا مجانين، والايام جايه بينا مصريين، وثوره المناخ جايه. بعد ثوره المناخ قول على نفسك يا الرحمن الرحيم، وانا موجود معاك وهطلع اذكرك. قدامك فرصه عظيمه، يا تجيب حقك يا تستنى موتك. واديك شايف الراجل بيحرق في نفسه، ولع نفسه. اولع بقى، اولع ولا انتحر. مش هتكلم انا كتير، هسمعك صوت الناس. يا احمد يا جمال، يا هيثم بيه، احمد يا جمال، يا ابو تركي، ابو التركي اللي في الكويت، اللي بيقبض 5 6000 جنيه وعنده بيبتين وقافل على نفسه والامان وحزب كنبه. هو اللي قال، مش انا اللي قلت. هو اللي قال. ارجعوا لللايف الاخير بتاعه اللي كان بيطبل فيه ويعرس فيه. اكتب كده احمد جمال ابو التركي، صعيدي من سوهاج. احا نضفوا يا صعيد الاوساخ اللي بينكم يا صعايده. فين الشهامه؟ احا يا عيني عليك يا بلد، يا عيني عليك يا بلد وشهامه المصريين. فين شهامه الصعايده يا اخي؟ ده احنا بنفتخر بيكم. بقول ده صعيدي. يعني لما اقابل واحد عربي يقول انت صعيدي، اقول له شرف ليا اكون صعيدي والله يا ناس. بس انا مش صعيدي، بس عشرتهم ودمي احمى من الصعايده. دمي حامي اكتر بالصعايده، هم دمهم حامي، انا اضعاف. والله. فين الصعايده الان؟ فين الصعايده؟ سكتوا البجم ده، سكتوا المعرس ده. يا احمد يا جمال يا عرس، يا تقول خير يا تصمت يا ابن الشرموطه، يا متناك، يا متناك، يا اللي مدفوع الاجر طالع عشان شيروا. يا جماعه انا بسترزق منها، بتسترزق من القناه يا ابن المتناك على قفا الناس. لا ثوره لا، ده انتوا علم بنت متناك يا صعيد، ده انتوا علم اذلاء بنت. انت صعيدي انت؟ ينعل ديكك يا اخي. انت صعيدي انت صعيدي؟ اخس عار على الصعايده انت لا تمثل الصعايده يا كلب يا خنزير. بقولها لك في وشك وهتتحاسب، ولما انزلك هطلع ميتين اهلك. قال ايه هتخسوني؟ ده انا بقول رايي. تقول رايك ان الناس ما تنزلش والناس بتولع وانت بتاخد 5 6000 جنيه وعايش في امان، والناس البلطجه والجرايم البشعه اللي بتحصل. ما جاش عند بيتك. يا رب تشوفها يا احمد يا جمال. ده لسه هزعلك، هتزعل. لا هتزعل. زعلان من شتمتي ليك يا هيثم؟ زعلان من شتمتي ليك؟ والله تستحقوا ضرب بالشباشب. بص يا هيثم، يا هيثم، يا كلمتين كلمات مواطن ونص. شبشب بخش بيه الحمام. يا بهايم، يا بهايم، يا منتفعين، يا كلاب. فين الامن والامان يا احمد بيه؟ احمد بيه يا صعيدي يا سوهاجي يا هيثم بيه، فين الامن والامان؟ فين لما الشرطه تخلي الناس تولع في نفسها، والسيسي يخلي الناس ياكلوا بعض؟ ايه رايك في الاقتصاد يا احمد بيه؟ هيثم بيه ابو التركي، مواطن ونص. مواطن ونص وثلاث ارباع. انتوا هتشتغلونا يا جدعان وتقول لي انتخابات والبلد بتتباع؟ ده انا بقول لك يا اخي الترام بتاع اسكندريه اتباع، وشركه الميه وشركه الكهرباء، وانت بتتكلم الايام دي وانت بتتكلم. شفت التعريس بتسلموها لمين يا كلاب يا خونه؟ للصهاينه. مين اللي استلم البلد دي؟ مش المندوب الاماراتي، المندوب للصهاينه لاسرائيل، يا بتاع احتفالات 6 اكتوبر وهي في 4 اكتوبر؟ الله يعركم يا اخي، الله يعركم وكل اتباع البهايم دي، الله يذلكم يا رب. تشوفوا الذل في بيوتكم. خونه صحيح، يقول لك خايفين على البلد. شعارات كذابه، واول واحد هيستخبى في بيته. الجبان لما البلد تولع والناس تدبح بعض والفوضى تعم، اول واحد هيستخبى في بيته، اول واحد هيجيب سلاح عشان يدافع عن نفسه، عشان ما حدش يخش بيته ويسرقه في الفوضى اللي ساكتين عليها. صح يا هيثم بيه؟ عملت حساب اليوم ده؟ شوف الناس بتولع في نفسها يا هيثم بيه. بالعقل وبالمنطق بقولها لك. مش انت خايف على البلد وهو بيبيع البلد؟ يخلصوا على الشعب بقى، مش مطالب انهم يعيشوا. انا جاي هنا عشان مش مطالب. ايه يا هيثم بيه، ما سمعتوش المقولة دي في مؤتمر من مؤتمراته في الاول من كام سنة؟ ما تردوا. مش هسكت انا، استمر. ده انا مش هسكت. ده لو فيها الجيش ده شريف يديني سلاحه. عايزين ننضف بأمر شرفاء الجيش عشان ما يقولكش ارهاب. مش انتوا بتقولوا في شرفاء؟ هوريك في شرفاء، هوريك فيديوهات دلوقتي.
تذكر ان الراجل حرق نفسه. اعتبر نفسك، حط نفسك مكانه. اعتبر الموقف ده انت او انتي. كفاكم تقولوا يلا نفسي، والا لا تلومن الا انفسكم، انتظروا مصيركم في اللي جاي ايام. وبعد مؤتمر المناخ هتشوفوا الفشخه الكبيره، هيحفل عليكم، هيعتقلكم كلكم، بص هيمرمطكم كلكم. 20 سبتمبر تشهد علينا 2019. طلعوا المعتقلين والحرائر والاحرار اللي هيقفوا في كتفكم، واحنا نيجي من بره نقف في كتفكم. مش هنسيب البلد دي تخرب. مين قال لك انها تخرب؟ بسكوتنا هي اللي تخرب، ورب الكعبه بسكوتنا، ورب الكعبه وعلى ما اقول شهيد ان الخراب عارم ووصل مداه، والخراب والقضاء على مصر القديمه والجمهوريه الجديده بتتعاطر. مصر القديمه اهي ديك شايفها خراب عارم، لازم يخلصوا عليكم، وده مخطط ومدروس تمام. سذاجه وجهل، صدقين نفسهم في الكذبه اللي عايشينها. دواجن، ضخ كميات من الدواجن المجمده بالاسواق لتعويض تراجع الانتاج. بتقتلوا الكتاكيت ليه طيب؟ ردوا. عشان صفقات المشبوهه، عشان حراميه اللي حاكمينها، عشان اللي ما بيدفعوش جمارك ويرمي لك الفرخه ب 20 جنيه مسممه، هو الكسبان. وانت موت يا عمار. مش بقول لك بيخططوا للقضاء عليكم؟ مش مطالب انكم تعيشوا. قالها والله ومسمعها في وداني. طب هقول لك على حاجه، الراجل بيحرق في نفسه النهارده، وريتكم الفيديو اهو. الفريق اسامه ربيع، قسمك يا ابن المتنكه يا اسامه ربيع، يا ولاد المتنكه. حصاد 71 طن جمبري. يا بتوع خط الجمبري، يا جيش انتصار، يا جيش كبده الاختيار، يا ولاد الوسخه، يا جيش السوسو. حصاد 71 طن جمبري حتى الآن. ونوفمبر موعد حصاد أسماك البلطي والبوري والسهلية. هي سهلية عليكم قوي. ميغا يابا، ميغا تورته. والشعب جعان وبيولع في نفسه، وكلاب الدولة، أمن الدولة والشرطة طلقينهم زي الكلاب على الشعب. والراجل حرق نفسه عشان الكشك. جبت له بديل يا ولاد المتنكة؟ يا جماعة ما حدش يقول العيب على الألفاظ بالله عليكم. العيب اللي ساكتين عليه. خلينا نوصل لهم الرسالة. أولاد الحرام قدامات الشرف، فهموا بقى، فهموا. جبت له البديل. ما لو كان جاله البديل ما كانش نقص الكشك بتاعه عشان تسيبوه لعياله بعد موته لما حرق نفسه، صح؟ ولا انتوا ما عندكوش قلب؟ ولاد متناكه كفره، كفره اللي بيحكمك كافر ابن متناكه. انتوا كفره يا ابني. تعال عشان اوريك كافر من الكفره. اوريك دول اهل قريش اللي كانوا بيحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم. لا، بيحاربوا شعب مصر المسلم والصالح فيكم اللي عايز ياكل بالحلال. انما الشرموطه تدورها عادي في الدعاره، الله ينور، مفتوح على بقى مصراعيه في مصر، تمام؟ تفتح رجليها. سمعاني يا شرشر يا شرموطه انت وهي في مصر، يا شراميط مصر. نسائنا العفيفات مش مقصودين. انا اقصد ان عندنا شراميط ودعاره، صح؟ ايه شراميط مبسوطين، صح؟ شوفوا يا اولاد المتناكه، اي مره لبوه بنت مره متناكه مدوره راجل مخليه الدلاديل في مصر هيطلع ميتين ابوكم. انتوا لازم تتحاسبوا المده اللي فاتت دي على اللي عملتوه. كل لازم يتحاسب يا جماعه. ما هو اللي مثبت دول هم الشراميط. سيسي بيطلع الشراميط يدافعوا عنه، والله. شراميط نسوان شمال بياخدوا فلوس وركوبه. لحمها رخيص. دي لحمها. اتربي يا مره يا شرموطه انت وهي، لحسن انا بيقول لك ايه، لو عايز قال الالفاظ بالله عليك، معلش استحملي يا اختي، او سدي ودانك، معلش استحملي، او اخرجي من اللايف، سيبيني اصفي حساباتي، لان ده حقي. ودي كلمه الحق تتقال في الوش كده بشكلها بلونها، بكلامها اللي بيضايق. معلش الالفاظ. لو تشوفي في السجون بيعملوا ايه في الحرائر هتعرفي معنى اللي بقوله. ده اقل حاجه يعني 0% من اللي بيعملوه واللي بيسمعوه في السجون، والاغتصابات والانتهاكات. ده حتى في الشارع، ده حتى لما راجل منهم معاه سلطه في جيش ولا شرطه عينه على مره، ممكن يحبس الراجل عشان ياخد مراته. والسيسي عملها على فكره. جوز الست سته انا هلا زايد. ايه يا استاذه؟ ايه اللي انا قلته عيب يا جماعه؟ انا بقول الحقيقه، انا بوصفهم، مش بشتم، مش بقول الفاظ. ده وصف، ده الوصف الطبيعي، وده اقل حاجه.
يا جماعه بالله عليكم اتقوا الله فينا، عشان الواحد فيه اللي مكفيه، الواحد هيتجنن. تمام؟ معلش يا اختي لما تسمعي لا سدي ودانك او يا عم روح بقى انت، ايه الادب يا زيكا، مش عايز اسمعك، اتفضلي اخرجي. عادي عادي عادي، انا بحترم كل اللي موجود على اللايف، انا ما اعرفكش بس بحترمك، اذا كان راجل ولا ست ولا بنت ولا شاب، احترمني انت كمان وتحمل واعذرني، عشان انا بتكلم عن الخرا اللي احنا عايشينه، ودي الحقيقه، وده وصف مش شتيمه بيه. يا استاذه يا استاذ ارحمونا بالله عليكم، ده وصف يا جدعان، ده وصف يا جدعان، ده حالكم يا جدعان، افهموا بقى، احنا عايشين في عفن ونجاسه يا جدعان. اتكلموا يا جماعه، اتكلموا وجمدوا قلبكم يا جدعان. الناس بتسب المله في الشارع يا جدعان، يا اوريك الشباب يا جدعان وتقولوا لهم حرام سب الدين يا جدعان. والله الشباب سبت خرجت عندنا يا جدعان. يا جدعان انتوا عارفين المرحله، حسوا ببعض يا جدعان، وحسوا المرحله الصفيح الساخن اللي على ارض المعركه في مصر. الدنيا ولعه يا جدعان، الدنيا على صفيح ساخن في مصر يا جماعه. انا بره وحاسس بيكم وانتوا مش حاسين بنفسكم جوه يا جدعان. افهموا بقى، افهموا، بلاش الادب الزايد ده يا جماعه. والله احنا ولاد ناس ومؤدبين وبنخاف ربنا وبنعامل الناس بما يرضي الله. والله بتعامل معاه ايه، سالوا اي حد بتعامل معاه، لا عمري اذيت حد، واتاذيت من ناس كتير غلطوا فيا ناس وكانوا معايا في نفس المكان وقالوا عليا اللي مش فيا يا جماعه. انا اتحملت كتير يا جماعه، بس والله يا عم ما غلطت في حد ولا بشتم حد يا جماعه. سيبونا نطلع اللي جوانا ونفهم الناس البهايم اللي في وسطينا. في بهايم كتير في وسطينا والله يقول لك الثوره مش خراب يا جماعه. افهموا والله، هم ما ادوناش خيار ان احنا نقف رجال ليها رجال. فين عزتنا يا جدعان، فين اخوتنا كرامتنا يا جماعه. ما تقولش بطنك، ما تقولش بطنك انا جعان، ما تقولش الكلام ده. ما انت لو عندك كرامه هيبقى عندك عزه في كل شيء، هتعيش كويس وهتاكل كويس وهتشرب كويس وهتنام كويس وهتعيش في امان. انما اللي احنا فيه ده ذل ومهانه وقله قيمه. تعال اسمعكم مقطع من احمد عشان اقول لك ليه انا دمي محروق، والراجل اللي اتحرق ده حرق دمي اكتر، زي هيثم اللي شغلته لكم امبارح. تعال يقول لك انتوا عايزين تخربوا البلد، ربنا ينتقم منك يا اخي. اسمع البوست ده قبل ما ابدا في الفيديوهات واصوات الناس. وصل صوتك وعلي صوتك، اوعى تسكت. لازم الحراك، لازم نحشد، لازم يا بص يا مصر يا مصريه، انا اخوك يا اخي. ممكن ما تتقبلنيش في شكلي مش عاجبك، بس والله بحكي اللي انت عايشه. انت اللي عايش، والله انت اللي عايش يا جماعه. انت بتقول انت من بره يا جماعه، افتحوا الطريق وانا انزل، افتحوا الطريق. ما انا وحدي هتاخد، انما انتوا 110 مليون قاعدين تتفرجوا ليه؟ افتحوا لنا الطريق يا جماعه، هنجمد قلبكم اكتر. شوف انتوا لما تبقوا وحده كده بكل حر فيها بره، واللي في السجون هتعرفوا قيمه مصر ورجالها. هنرجع عزتنا تاني وقوتنا ووحدتنا، نبقى مره في الكون يا جماعه. انا ما شفتهاش غير مره واحده بس في سنه الحريه، سنه 2012 2013، السنه بتاعت الراجل الغلبان ده. كله كان بيعمل اللي هو عاوزه، ما كانش حد بيكلم حد. لا البلد خربت ولا انهارت ولا ضاعت. عارف خربت امتى؟ لما العسكر رموا السولار في الصحراء، لما كانوا انا كنت عايش في الايام دي في مصر والله. انا ابويا جاب المواتير ده، جابه بحوالي 6000 جنيه، كان غالي اياميها. تخيل ان وصل 4000 ونص او 6000 5000 وحاجه. ابويا جابه كده والله العظيم عشان الكهرباء. ها كان الناس تقول الله ينعلك يا مرسي يا جدعان، اقول لهم دي لعبه. والله العظيم قلت يا جماعه دي لعبه، اهدوا بس، دي لعبه. مش معقوله محمد مرسي لما جه الكهرباء بقت تقطع كده. ها انا ما كنتش بدافع عنه والله، انا والله ما انتخبته، والله ما انتخبته. لما فكرت لقيت الجيش بيرمي السولار في الصحراء، تمام، قاطع الكهرباء على الناس. ما هم مفاصل الدوله في ايديهم يا جدعان، هم اللي كانوا بيعملوا ده من تحت لتحت، زي ما بيعملوه معاكم الان، زي الكروت، واستغلوكوا سببت الكروت في الميه والغاز والكهرباء. يا جماعه فوق يا جدعان، لسه في بهايم في وسطينا. ظلمنا بعضنا يا عم سيبك من انه اخواني. الاختلاف في الرأي لا يفسد الود قضية، وهو مصري زي يعني. افهم انت وين يا جماعة الاختلاف. انا مش عايز اخوان، انا لا عايزينها حزبية ولا عايزينها عسكرية، بس ده مصري وحقك انك تقول كلمة الحق، حقك تقول رأيك بكل وضوح، واللي انت فاهمه والمشهد اللي انت قريته قوله بكل صدق. ما تخافش حد، لا تهاب الا الله ولا تخاف الموت عشان يقولك انت اخواني ارهابي.
لا لا، انا لا معايا عضويه اخوان، انا عشرتهم والله، فيهم شباب زي الفل، دين، اخلاق، حب الوطن. اللي يحب دينه يا جماعه واللي يخاف ربنا ده يخاف على وطنه وعلى اللي حواليه، حتى لو ما يعرفكش يتقي الله في نفسه عشان هو عارف ربه. هات لي من الناس اللي مش عارفه ربنا اللي عماله تهرتل دلوقتي ويخونوك ويقولوا اللي مش فيك من غير ما يفهم. يا عم احنا في زمن رويبضه، عبث، العقول معبوس بيها، سذاجه عايشين فيها والله. والله يا ناس، فين الاخوان يا عم؟ هربانين بره محبوسين ومطاردين. يا راجل ده الحملات لما بتنزل اول ناس بيدخلوا بيوتهم هم، مع اني خلاص صفوهم. وانت فكرك انا مش عايش معاكم؟ مش متابع المشهد في مصر؟ والله ما هسكت عليها، اصل انا عايشكم، انا عايشها روحي جوه، انا عايش البلد دي وانا عارف اكل ولا اشرب ولا انام. يا راجل ده انا ده واقفه حالي، ده انا عندي هسس من اللي انا عايشه السنين اللي فاتت دي. انا حالي واقف مش عارف اعيش حياتي، مش عارف اعيشها، ومش هعيشها كده، ومش هسكت عليها كده. لا، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ بيدك ان لم تستطع فبلسانك، اهو لساني اهو، ها، ان لم تستطع فبقلبك، وهذا اضعف الايمان. ما اكثركم انتوا بقى، تمام؟ انما انا بلساني مش هسكت، ولما اتمكن هاخد حقي، حق ناسي وحق ديني وحق انا كمان. انا مصري، انا مصري، ماليش في البلد دي شيء، الاسم بس ان انا حامل جنسيتها. والله انا كشاب زي كل الشباب اللي ضايع جوه مملكش فيها شيء والله مملك فيها شيء، وده حقي. بس حقي بقى ده اخر حاجه، حق ديني وحق وطني وحق اللي على ارضها وحق انا في الاخر. ما هو انا لو دورت على حقوقنا كلنا، تمام، هرجع حقي، انا هاخد حقي، لان يبقى في العدل والمساواه والحريه وننقذ بعض وما نسكتش على الغلط، واللي له حق ياخده. انما اللي احنا فيه ده قانون الغاب، معبوس بينا، معبوس بعقولنا، مضحوك علينا. لا، مرفوض. واحنا دقنا طعم الحريه، شميناه، فاكرينه من 2011 ل 2013 دقناه، وكنا بنعمل اللي على كيفنا. شفتوا الكام سنه دول؟ ها، لما سرقوا مننا الثوره يا هيثم بيه، اللي عملت لهم على ثوره 2011، اللي خطفوها العسكر اللي بيتعرض لهم، اللي السيسي جابهم الصهيوني. واضحه يا ناس؟ اقرا المشهد، والاجيال اللي عايشه في وسطينا مش مصدقه ده، تراجع التاريخ، في فيديوهات، دور على اليوتيوب، دور على الشيخ جوجل يجيب لك كل الاحداث، اعمل ريفريش لنفسك. انا الاخوان ده مصري زي المسيحي، مش كلنا اولاد مصر؟ خليته على المسيحي على راسه ريشه ودعم، وفضل داعم بالكنيسه وتودرس شريك السيسي، ومصر اتناكت والكل بيتناك. لا مؤاخذه، مسيحي ومسلم واي فكر واي ايديولوجيه، واللي بيقول كلمه الحق واللي بيقول برايه، واضحه. اتمسكن لحد ما اتمكن، ركب مصر وركبنا، نفوق بقى ونتوحد زي الاول، ولا نقعد نلوم على بعض وندب ونوح ونولع في بعض. اديك شايف المشهد واللي وصلنا له بعد 9 سنين من حكم الكلب، وداخل على 10. 9 سنين ذل ومهانه وقله قيمه وكرامه البني ادم في النازل لغايه لما ضاع تاني، والحق ضاع بينا. مستحيل نسكت عليكم. انا ما بدورش على جاه ولا مال ولا انا بدور على الكرامه. ما كرامتك من كرامتي، انا ما اقبلش حد يمد ايده عليا. هطلع ديني اللي جابه الكافر ابن الكافر. تقولش بسيب الدين بس يا اخي، بالله عليكم بلاش افقكم الضيق ده. انا هسمعكم قصيده دين ابوكم اسمه ايه في الاخر. دين ابوكم اسمه ايه؟ هو كده في القصيده بيسيب الدين عشان تعرف دين ابوهم اسمه ايه. محدش بيسيب دينه يا جدعان، اتقوا الله فينا. ربنا يهدينا ليه، ربنا يهدينا. فكر في اللي انا بقوله لك من قبل ما تحكم عليا وتغلط في حقي في حق غيرك. فكر، ما تعبسوش بعقول بعض. تعال اسمع المستشار ده، المستشار محمد حبيب الكاشف، بيقول لك ايه؟ تم القبض على سيده لاجبار زوجها المتهم بالقتل على تسليم نفسه للسلطات. بص بيعملوا ده قانون، ده قانون غاب، دولات حرام. للسلطات، قول لي اي دوله بتعمل كده؟ للسلطات
لما بعت احد اساتذه المكتب للنيابه علشان يقدم طلب احتجاز شخص بدون وجه حق. مدير النيابه بيقول لزوجته خلي جوزها يسلم نفسه، وهي تطلع حدث بالفعل ولا يزال يحدث باقسام الشرطه. تاني، المستشار محمد حبيب الكاشف ناشر وقايل تم القبض على سيدة لإجبار زوجها المتهم بالقتل على تسليم نفسه للسلطات لما بعت أحد أساتذة المكتب للنيابة علشان يقدم طلب احتجاز شخص بدون وجه حق. مدير النيابة يقول خلي جوزها يسلم نفسه وهي تطلع حدث بالفعل ولا يزال يحدث بأقسام الشرطة. هل ده قانون؟ هل دي دولة؟ والله ما في دولة بتعمل كده. والله ما في دولة في الكون بتعمل كده. والله احنا بلاد الجبلاية، احنا قاعدين في الجبلاية، جبلاية القرود. ارمي موزك للقرود. احنا قاعدين في بلاد الهو بيعملونا زي الكلاب بالظبط، مع ان الكلاب اوفى منهم، واحنا مش هم بيشوفونا كلاب. تمام. والله الكلاب وفيه الوطنة والناسة والعوائلة. انتوا وفيين لمين يا ولاد 60 كلب؟ يا حرامية يا فجرة. تعال عشان اوريك الشرطة برضو. اوريك واحد في الجيش قال ايه، وواحد في الشرطة بيقول ايه، بيهددكم بالارهاب زي هيثم بيه. يا ابني والله ما في، البلد مش هترجع الا بيا وبيك. ما تاخدش من المرهمة ومن الكلام المعسول، ما في كفاكم. ده شغل صهاينة ويهود. اليهود بيتمسكنوا لحد ما يتمكنوا. يا جماعة أنا بص، لكم دينكم ولا دين. ما عنديش مشكلة مع الدين اليهودي، مع اليهود ذاتهم. الأشخاص اليهودية متشيطنة معظمها والله. تمام. وطموحها عالي قوي وطمعها في بلداننا العربية والمسلمة. وطلعت إسرائيل قالت الموت للعرب في مظاهراتهم، مش لمصر بس، اللي هي راس أفعى بالنسبة لهم زي ما قالت جولد مائير. جولد مائير جدتهم في السبعينات كانت وزيرة الدفاع الإسرائيلي، كانت وزيرة جولد مائير. وموشى ديان تاني اتكلم على مصر. احنا لازم نقضي على مصر لانها هي حصن العرب، حصن الحصين، وسهل ان احنا نخلص على العرب. واديك شايف ايه اللي حاصل في ليبيا، سوريا، العراق، اليمن. جولد مائير اللي قالت كده الامن الاستراتيجي هي مصر. مصر هي فلسطين. اللي بيحدث هناك، بص على اللي بيحدث هناك، تعرف ان النصر قريب بيك لان في ترابط بيننا. يا جماعه مصر هي فلسطين وفلسطين هي مصر، مع ان هما في حدود بيننا وقفلنا والخاين حكمها. والله شوفهم هناك بيعملوا ايه. طلع الخول افخاي ادرعي موحوح. تمام. طلع يقول لك ايه اللي بتعملوا، اللي فيها تجيبوا فيك وتلهيك وترزيك، عاملين زي الشراميط بالظبط. والله افخاي ادرعي المعرس. يقول لك ايه اللي بتعملوه ده، وشباب الفلسطينيين هيجينا عليهم يا جدعان، حاطين عليهم حطه واحده، متروقين واقفين لهم صامدين، هم خايفين من ده. ويطلع اللي يلهيك يعني الشرموطه تلهيك وترزيك واللي فيها تجيبوا فيك. افخاي ادرعي طلع يقول لك يعني انتوا اللي عمالين تضربوا بالغاز المسيل للدموع في المسجد الاقصى وتعملوا بلاوي وعايزينهم هم يسكتوا لكم، وانت تطلع بقى زي المره الشرموطه تلهي الناس وترزيها واللي فيها تجيبوا فيك. لا، انتوا الارهاب، وعملتوا بتدعوهم ان هم الارهاب. انتوا الارهاب وانتم صانعين الارهاب، والفكر الارهابي صنعوكم في الكون كله. الدوله المزعومه اسرائيل اللي محتله وطننا فلسطين، انتوا الارهاب. والسيسي شفنا الارهاب واتباعكم بن سلمان ابو منشار والكلب المندوب اللي عمال يبيع، اللي بيهاجم كل المسلمين في كل مكان، اللي بيحارب المسلمين في تركستان الشرقية وفي كشمير في الهند الأقلية وفي بورما وفي الوطن العربي من المحيط للخليج. شوف مصر، شوف اليمن اليوم ايد فيها الإمارات والسعودية، شوف مصر، شوف اليمن، كلاب المال ده. بص أقول لك، دم المسلمين والعرب بسبب كلاب المال دول، فلوسهم مرشومة ومشمومة وعار على كل مسلم عربي، والناس دي لازم تتحاسب. انت بتحارب كل المسلمين في كل مكان يا بالناقص. ايه احنا مش عارفين ولا ايه؟ اذا كان ما حدش قادر يقولها لك فانا بقولها لك يا ابن المره المومس. المسلمين كلهم هيحاسبوك. امه ال2 مليار عارفه انتوا مين يا مجرمين، اذا كان عربي ولا اعجمي. واضحه؟
دي كانت رساله كنت عايز اوصلها لك يا بن ناقص انت والتاني ابو منشار بن سلمان، يا كلاب الكبسه يا عجول يا اللي بتاخدوا فيها. كانتكم هم جبتونا ورا كلاب خونه للدين وللاوطان وللشعوب، يا مناديب الصهاينه يا كلاب. في تونس بصمتهم في كل حاجه، في الجزائر، في المغرب، يخرب بيت ابوكوا، ده انتوا عار ولاد احبه على المسلمين والعرب. ابوكوا ولاد كلب خونه. صوتي حر وكلمتي حر، لا اهاب الا الله ولا خاف الموت. ما بيهمنيش حد طالما على الحق. اي حد بقى يهرتل ياكل خرا من العبيد اللي عايشين في وسطنا والمندسين بما يسمى انهم مسلمين وعرب. الشعوب لا يمثلها لا الحكام ولا الحكومات. صحصح معايا وركز للي انا بقوله. تعالى نسمع جزء من الكلب ده عشان تعرفوا مين اللي كان بيقول كده وانا ليه متعصب على الشخص اللي حرق نفسه. مطبلاتي عرس شرموط. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم احلل عقدة من لساني يفقه قولي. لم نفسك يا عرس ومش هتتكلمش في السياسة تانية يا معرس، بتتكلم بالدين يا عيني. أبو الترك الصعيدي صديق الغربة. أبو الترك الصعيدي قبل ما أبدأ كلامي أشهد الله على ما أقول، أشهد الله بريء منكم وأقسم من أمثالك بآيات الله إني لا أكذب ولا أنافق ولا أطبق. أبو التركي قص أمك. في ظل الدعوات لثورة مرعوبين منها فوق يا شعب مصر. في مصر ثورة 11/11. أنا هقول لكم يا جماعة كلام مصري خالص. قول يا معرس. القلب هيوصل للقلب. القلب يا متناك تلعبوا على مشاعر الناس. يعترض علي واتهمني بالتطبيل، وفي اللي هيقول علي منافق، وفي اللي هيقول علي ما ليس. شفت الراجل اللي اتحرق النهارده يا متناك؟ ولكن عمر ما في مصر هتنجح فيها ثورة طالما انت مش حتى متقبلني في الرأي. رأي مين يا ابن المتناكة؟ انت في اختلاف في الرأي ما بينهم. رأيك ايه في اللي بيحصل في مصر واللي اتباع واللي اتسرق والناس اللي بتتهان واللي قاعد واللي حرق نفسه؟ رأيك مين؟ مالكش رأي يا ابن المتناكة وما يلزمش الشعب المصري. قولا واحدا يا متناك، انت فين رأيك في اللي بيحصل في الناس؟ لا عشان انا باخد 6000 جنيه وبدخلهم لبيتي وقافل بابي عليا وفي امان وعندي 3 4 بهايم وانت ال5. صح يا بهيم يا ابن البهيمه؟ كاتك 60 نصيبه عليك وعلى نفضتك. ما نشيلوا المتناك ده وقول له يا معرس رايك ما يلزمش الشعب المصري. اركلوا لنا على جنب يا عبيد يا اولاد المتناك يا حزب كنبه. مش انت قلت انا حزب كنبه يالا؟ عار على الصعيد الواد ده من سوهاج بيقولوا. عيني ايه اهل السوهاج العزه والنخوه. انا كنت خاطب من سوهاج يا جدعان، الناس كانوا زي الفل، شهامه ورجوله وعزه ونخوه. ايه العرضه؟ قول يا خرا يا ابن الخرا. انك انت مش متقبلني حتى. متقبلك ليه؟ انتوا تقبلتوا الناس، حبستوها وسجنتوها ورئيسك يا معرس. سياسه ومع حال البلد من بدايه ثوره 25 يناير سنه 2010. شوف مش عارف يعني ايه. شوف لا كان موجود وما كانش عارف وطلع يهبل ويخوف الناس هم مرعوبين. و11 بالامر من الكويت قالوا اطلع اتكلم. احمد جاموسه مش هيصدقوه، مصطفى بقري مش هيصدقوه، عمرو اديب مش هيصدقوه. اوريك فيديو لعمرو اديب وهو بيغر الميه مرعوب. كله يعمل مشاركه يا جماعه. لا الناس متابعاه. انا عايز الناس اللي بتتابعنا اكيد هيتابعوني هيشوفوه ويقولوا له ايه اللي انت بتقوله ده. عشان خاطر الشباب لازم يبقى فيه. يا استاذه بتقولي خسرنا نسمعه، انا خسرنا نسمعه اصلا. بس عايزين بص لازم تعرف عدوك وتعرف الكلب الذليل اللي في وسطيك بيفكروا في ايه وهم بيخرجوهم يعني ايه التفكير بتاعهم اللي بيطلع من خلال الناس دي. لازم تعرف عشان تلم القصه وتوضحها للناس. انت بقى عايز بلدك وعايز شعبك وعايز ارضك وعايز ناسك،
لازم تواجه الناس دي، تمام؟ لازم تقول لهم الزموا حدكم، هيطلعوا كتير ولهم شعبيه كبيره والناس بتسمعهم. واحنا شعب بيحب الكلام المعسول. وفي ناس بيقولوا الثوره خراب. انا مش مع ثوره. ده ينفع يا استاذه؟ لا. السيسي ما سابلناش حاجه يا جدعان، دي مكاسب يهود وصهاينه، انا بعيدها وبكررها، مش هيسيبوها، تمام؟ ومحدش هيرجع البلد غير شعبها. خلص الكلام. مؤتمر المناخ جاي. بعد مؤتمر المناخ انا قاعد لك اهو واقول لك حصل 1 2 3 وقلت لك وحذرتك وانت ما حبيتش تسمع الكلام. بس كله يعمل مشاركة يا جماعة عشان خاطر يوصل أغلبية الناس، عشان خاطر الشباب اللي مش فاهم حاجة يفهم، هو اللي فاهم. اللي مش فاهم حاجة يفهم. مش فاهم حاجه يفهم. اتغربت اسمع، في سنة 2006 وسمعت بدعوات في سنة 2010 2010 في ثورة كانت بيقول 25 يناير 2000. يا عم والله العظيم انت ما فاهم حاجه ولا في دماغك. انت اصلا من الاول بتقول انا حزب كنبه و6000 جنيه في الشهر ببعتهم لناسي وعندي 3 بهايم وانت الرابعه، تمام؟ فانت بسم الله ما شاء الله. ايه اللي دخلك في سياسه؟ خليك في القفشات اللي بتعملها على السوشيال ميديا. كل عيش بصفحتك، مش انت عاملها عشان تاكل عيش. لا يابا، احنا عايزين الناس كلها تاكل عيش بقى، وتعيش عيشتك دي. انت عايش ومستور، انما في ناس مش مستوره ومتشلحه. نسكت بقى، ودول معظم الشعب المصري. انت بقى ميز الكلام، وما تاخدش بالكلام المعسول، ولان ما فيش حل غير الثوره وتكاتفنا معنا عشان الشعب يرجع بلده. غير كده ما تقوليش. اوعى تصدق اي حد تاني يقول لك كلام معسول وينيمك ويطمنك ويعملك. غير كده ما تقوليش. انتظر موتك. كمل يا عرس. وقامت الثورة، وأنا كنت مؤيد بشدة لثورة 25 يناير. يا عيني. الله على ما أقول. ليه مش مؤيد دي؟ فرحان إن في ثورة هتقوم. انت حمار بديل، ما انت البهيمه الرابعه. 3 في مصر عندك في الزريبه وانت الرابعه في الكويت. موضوع الثورة بس إن يتغير النظام عندنا بس، لا أكتر ولا أقل. ويمشي وزير الداخلية حبيب العدلي والدنيا تبقى حرية رأي وتعبير وقامت الثورة. بص انا عايز بس قبل ما اكمل مع البقف ده، انا من كام لايف، ارجع لللايفات اللي فاتت، اتكلمت على إيلي ديكل. خايفين من سقوط السيسي، انتوا اعوان الصهاينه. قولا واحدا، هيثم يا هيثم بيه اللي اتكلمت عنه اللايف اللي فات، والكلب ده واي حد شبهه عشان على شكلته. إيلي ديكل جنرال في الاستخبارات الاسرائيليه في الموساد، طلع قال خايفين من سقوط السيسي، مكاسب صهاينه ويهود وعسكر خدامين للصهاينه، ودول اتباع. بياخد 5-6000 جنيه وعايش بقى. عنده 3 بهايم في الزريبه هو الرابعه، ده غير البهايم اللي عنده بياكلهم بقى في قته محلوله. صح يا كلب؟ انت اللي جبت لنفسك الاهانه، لان مصر فوق الجميع. اكبر مني ومنك بشعبها اللي بيتهان يا كلب يا عملاء الصهاينه. إيلي ديكل قال كده يا جماعه، لو ترجعوا لللايف واللي متابعيني عارفين اللي انا بقوله. إيلي ديكل قلب الدنيا وهتجننوا على السيسي. السيسي لو سقط هتبقى كارثه. هما بيشوفوا البديل، فاهم؟ وخرجوه خروج امن. وطلع هيثم قال كده، انتخابات وانت لو مش عايز السيسي، فهمت؟ والبلد بتتباع. واضحه وصريحه. انتبه اللي بقوله لك عشان ما تعيش نعامه وجبان وذليل. اللي عايشين في وسطنا بيقول لك الثوره خراب. هقول لك على حاجه، انا مش هتكلم عن الراجل ده، بسمعوه الاخر. انا الكلام اللي انا قلته على لسانه هو ده اللي هتسمعه منه، مش طاوله. هو عنده 21 دقيقه، مش هضيع وقتي. انا عايز صوت الاحرار عشان نجمد قلب بعض. واكسر خوفك، فك قيودك، علي صوتك، حرك نفسك. انا مش هكمل مع الواد ده، بيعصبني شبه الشيطان بالظبط. بس انا عايز اقول لكم ان اللي بيحصل ده يا جماعه، والله في فيديو بدور عليه عندي ما اتحذفش. الفيديو ده في 2011. ركز للكلمتين دول كويس، ركز يا مصر يا مصريه، ويا رب الاقيه عشان انشره لكم. هحاول انشره عشان بيعمل لي قيود. ليه انا طالع لايف؟ عشان اتعصبت من الفيديو بتاع الراجل اللي بيحرق نفسه ده، واصوات الناس. اصوات الناس نعلي الصوت، وكل اللي عنده صفحه ابعتوا لكل الناس، زيدوا الاصوات. اوعى تسكت، ما عندناش سكوت تاني. واوعى تخمد على حقك، لان هيفرم ميتين اللي خلفونا كلنا. تعال، عندي فيديو في 2011 مهم جدا، مهم جدا،
والله العظيم ان حخام يهودي في كنيسة الاسرائيلي في تل ابيب كان بيدي محاضرة للشباب اليهود، والله العظيم زي ما بقول لك كده يا اخي، للشباب اليهود في ثورة يناير. لما الشباب المصريين وقفوا في ميدان التحرير، وقفوا ايام 2011، وقفنا المنظر المرعب ده، تمام؟ عارف الشباب قالوا ايه؟ الله اكبر، هنمشي من ميدان التحرير. ما معنى كلامهم؟ مش متذكره، لما انا انزل الفيديو هتصدق اللي بقوله، والله العظيم بقى لي يومين بدور عليه، والله العظيم والله هتصدق اللي انا بقوله لك. دول اعوان الصهاينه ولاد المتناكه دول. اذا كان هيثم، ما هيثم مش هحترمك، يعني بقول لك إيلي ديكل قال ايه على السيسي وخايفين من سقوطه. والكلب ده، انتوا مش عايزين ثوره عشان إيلي ديكل الصهيوني خايف على البطل القومي بتاعه اللي بيحكمه والعزبه اللي في مصر. الفيديو ده يا جماعه الحكام بيقول لهم يا جماعه انتوا شايفين المشهد؟ كانوا لازم ينقلبوا على الشهيد محمد مرسي، كانوا لازم، وهو كان الفخ اللي عمله العسكر والصهاينه. والله على ما اقوله شهيد، والله ما بفتح عليكم يا ناس. والفيديو شوف، ما تسمع الكلام ده مني وتشوف الفيديو، ده زيكا قال الكلام ده صح، وتنتبه اللي انا قلته بالفيديو اللي تشوفه بترجمه الحكام في كنيسه اليهودي الاسرائيلي قال ايه. لما الشباب وقفوا في 2011 كان منظر مرعب، ويوس الكون كله ضرب برمبو المثل بالشعب المصري. تذكروا وارجعوا اعملوا ريفريش للماضي، الماضي القريب. اربط ماضيك بحاضرك عشان تعرف تحدد مصير مستقبلك، واديك شايف وعايش في العبث اللي انت فيه. تمام؟ اتباع الصهاينه، الكلاب اللي بيطلعوا خايفين من 2001، ليه مش عارف؟ ليه مش عارف؟ واللي هيقف في طريقنا من الجيش والشرطه هتقف ليه؟ يبقى انت صهيوني هتتناك. ما قال لي انا السيد في الوطن، السيد انا الشعب، يتربط ويتحاسب، محاكمات باعدام قصاد العالم كله عشان يبقوا عبره لمن يعتبر، زي السيسي كده. السيسي تمام، ولا نطلع عليه نجيبه نحاسبه ياخد طلقه منهم عشان الازمه تزيد، وانت لو سكت الازمه هيسحبوا الازمه وهيأخروا الموضوع. هو السيسي ما عندوش غير حلين، الشعب يطلع عليه، الشعب ثوره عارمه، انتفاضه عارمه من كل انحاء مصر، تمام؟ يا اما الغضب يتصاعد بصمودكم انتوا واستمراريتكم وياخد طلقه عشان يحلوا الازمه. وهي مش شخص، هي هرم فساد وهو رأسها. في 9 سنين رسخهم فساد وتدمير للامه دي. فانتبهوا لكل كلمه بنقولها، عشان احنا بنخاف على مصر اولا والوطن وذره الرمل دي وعلى اللي عليها. ما هو انت لو بتخاف على وطنك حقا من غير شعارات هتخاف على اللي حواليك، انما شعارات رنانه لا. ننتبه لكل كلمه بنقولها عشان تعرف تميز الخولات اللي في وسطينا. ولو انت شايفني واحد من الخولات بقى يبقى انت حمار بديل او حماره بديل، لا مؤاخذه. وصلت؟ فالفيديو الشباب كانوا واقفين بثوره عارمه، ملايين في الشوارع. لما ذكروا ان هيطلعوا من على الحدود من التحرير للقدس ماشي، يا دين النبي، ارعبت تل ابيب. كان المخطط التالي شيطنة الارهاب، الفخ، يعني استجلاب الارهاب، الاخوان الارهاب بيقولوا عليهم ارهاب، للاسف مش ارهابيين والله، هم بس عندهم اخطاء سياسيه وما ينفعوش في السياسه للاسف. الطيبه بقى ومحن المصريين ده، لما مؤاخذه مع احترامي لكل اخواني شريف، الشباب والرجال والنساء فيهم ناس طيبين، انا بتكلم على القاده والسياسه بتاعتهم اللي كانوا ماشيين فيها ساعتها. انا مش اخوان يا جماعه، بس انا مسلم. انصر اخاك في كلمه الحق ظالما او مظلوم. انصر اخاك زي ما بنقولها لفلسطين، ودول مسلمين واخواتنا اخطاوا كانوا جزء من الاسباب زي الشعب في توريط مصر والدمار الشامل اللي احنا عايشينه. اتخدعنا انما سكوت لا، توضيح امور وننتبه ونصحصح وتبقى مصحصحاتي انما تنام على بطنك مش مقبول. تتذل لا، كفانا ذل. نسكت لا برضه. حراك نتكاتف، هو كده. الله ينور عليكي. بتقول لكم احنا نرعب اي حد بس نتحد. ده احنا هنتحد ايه؟ ما لو مصر دي لو اتحدت الامه كلها اتحدت. العرب، بص يا جماعه، مصر اقرب للعرب كثيرا كثيرا، وفي مسلمين عجم بيحبوها كتير، خلي بالك. بس
مصر لو اتقت خلاص يا جماعه. مصر دي العين كل العرب عينيهم على مصر. كل العرب عينيهم على مصر. فلما يشوفوا مصر اتحررت احنا قاعدين ليه؟ هتلاقي الحدود اتفتحت يا باشا خلاص. اللي جايه رفع رايه. رفع رايه بعون الله. والله لا تشوفوها. اللي جايه مش هتعدي عليكم على خير. كل خاين فيها في بلداننا والله. صبرا الا ياسر. انت فكرك ان احنا بس عشان مقدراتنا عشان لا، ده احنا نرفع رايه نبينا اللي هنتوه طيله السنين اللي فاتت وسكتوا عليه. وهنتوا دينه وانتوا ديننا كمسلمين. وتتطاولتوا على رب العالمين اللي خلقكم. يا ملاحده يا كفره يا علمانيين يا اللي عايشين في وسطينا. فاهم الرساله؟ وصلوا البهايم دي. احترموا نفسكم. اكيد الاتحاد قوي. هم خايفين من دي عشان كده عمالين يرعبوكوا اكتر واكتر. اوعى تترعب. اوعى ما تخافش غير من ربنا سبحانه وتعالى. كفاكوا خوف بقى. كفاكوا خوف الذل اللي شفتوه. ربنا جعله يسلط عليكم الكلب ده عشان يفرمكم، عشان تاخدوا الدرس، عشان ترجعوا لربنا. ارجعوا لربنا قبل فوات الاوان. بيقول لك اتقوا ربنا لو حصل حاجه زي دي احنا هنتدمر. وانت بتقول له ايه الحل؟ ده انت طيب قوي يا خال. يا سماح انت غلبانه قوي يا سوسو. صحصحه يا اختي. بترد عليه بتقول له هندمر اكتر. ايوه الدنيا بايظه. لا، افتح لي الطريق واي ابن متناكه وانت معايا بقوتنا ما حدش يقدر يقرب لها. بيرهبوكوا بس وبيلعبوا على خوفكم. لا خالص الكلام. مش هنخرب بلدنا. احنا عايزين نلحق بلدنا من الخراب. لا، وانت بتعترف انها بايظه وخربت. وهو قال كده خربانه عليهم. هم عمالين يسرقوا في بلدكم وانتوا نايمين لوقتنا هذا وبينيموكوا. يقول لك لا الثوره خراب. خليك نام على بطنك. يا تقول خير يا تصمت. ما يلزمناش كلامك. اركن وساعتها هتعرف ان الله حق. انتهت يا باشا. خلي عندك عزه وكرامه. كفاكم اهانه وقله ادب. كفاكم قلقوا منامنا وبهدلوا كرامتنا وشردونا وبهدلونا وخلوا اللي ما يسواش يمصمص شفايفه علينا ويهنا. لا، انا مصري وعارف قيمه نفسي. لا، مش هسكت. لا، والبلد دي هتقف على رجلها حقا بلا خوف وتخويف وارهاب. يا ارهابيين، لو سكتنا هتخرب اكتر. ده نايم. انت يا حبيبي الايام بينا وهنطلع نقول لكم. بس لو فتحتوا لنا الطريق هتعرفوا معنى كلامنا وهنقف لها البلد دي. مش معناها نعمل ثوره وخلاص هي نرجع البيوت. لا، الشارع بيتك. في معتقلين في السجون. في حقوق ومظالم. في ناس لازم تتحاسب. افتح القوس يا حبيبي. في لعنه دم من 2011 و2013 اللي بيتشاهد بيها هيثم. وهم اللي طالعين بالجرافطات يبعبصونا بالكلام ويمرهمونا. ولا انا بقول حاجه غلط؟ فاليهود اسرائيل قلقانه جدا. كانت قلقانه اياميها. والله الفيديو ده شوف اللي بقوله لكم ده. والله الفيديو لو نزلت لكم هتقولوا فيها كلام زيكا. قاري المشهد من الاول. جابوا الاخوان استدرجوهم والاخوان فرحانين عشان ياخدوا لقب اول مره في التاريخ ياخدوا حكم مصر. ده الاخوان في تونس ما خدوش رئاسه تونس. انت فاهم المشهد ايه؟ والاخوان دول احفاد حسن البنا الاصليين. تمام؟ بتاعت اخي انت حر وراء السدود. اخي انت حر برغم القيود. احبها قوي الانشوده دي قوي. بتاعت يقول لك الارهابي. تسمعها تحس بعزه ونخوه كده. فين الارهاب في كده؟ انت عايزك اصلا مسلم قيود ما تدافعش عن حقك ودينك ووطن ويبقى لك هيبه زي الدول الغرب الدول العظمى. انما انت لو كده ما حدش يقدر يهابك. انما غلطوا في الدين وشوهوا الدين وقالوا الاسلاميين هم الارهابيين وقالوا الاسلام هو الارهاب. الصقوا لينا كل شيء وانت عايش في ميه البطيخ. يا عم تحترم نفسك شويه واحترمي نفسك. راجع تاريخك وانت تعرف. رجع حتك كمسلم قبل ما تكون مصري او اي عربي. احترموا نفسكم. كفانا عبث. في وسطنا شياطين يا جدعان. في وسطنا علمانيين وناس بيعادوا الدين.
بمسمى انهم مصريين وتوانسه وليبيين وجزائريين ومغاربه، والدين متداس بينا. يا عم احترموا نفسكم بقى واحترموا دينكم. ما انتوا لو بتحترموا دينكم ما كناش اتهنا. الانسان المسلم ما كانش اتهان. مين بيتهان في الدنيا دي غير المسلمين؟ اديك شايف تركستان وكشمير وبورما والوطن العربي بيبكي دم من المشرق للمغرب. هتحترموا نفسكم يا مصريين يا عرب. يا ويل للعرب من شر قد اقترب ودينا عايشينه. صدقت يا رسول الله. فانا وصلت لك النقطه عشان تبقى واضحه لك تمام. كانوا مرعوبين وبص لعبوا علينا المخطط، والوقتنا هذا بيلعبوا علينا بالمخطط وبالتهديدات والارهاب. وهوريك الظابط بيقول ابن الشرموطه اللي كان بيمرهمنا في العربيه سابق. فاكرين من كام لايف الشرطي اللي طلع خايف ومرعوب؟ يا جماعه لو في مشكله ادخل للظابط اللي بعده، مش عاجبك الظابط ده ادخل ما اعرفش ايه. فاكرينه؟ طلع بفيديو تاني للمسيحيين بيلعب على حته المسيحيين، الارهاب والتجمعات في المساجد وفي الكنايس. هسمعك وانت اللي هتحكم، وهم الارهاب وهم اللي خايفين منك. خايف بيهددك بالارهاب وهو خايف من وحدتك. وبيلعب على حته المسيحيين. هوريك الفيديو. فوقوا كفاكم سذاجه. تعال عشان انا مش عايز اطول. انا وصلت لك النقطه ومنزلك الفيديو هتفهم. كانوا مرعوبين قوي تل ابيب، فعملوا خطه واتفقوا وانقلبوا. والعسكر خون على فكره. ومشير طنطاوي ده خاين اللي بتعملوه بطل ده، والله من اصل يهودي، امه يهوديه سودانيه، ومش من نوبه، كان ساكن في النوبه من الصعيد، امه اصلها يهودي. مندسين في وسطنا كتير. احذر. قائد عسكري عندك، فما بالك الشعب. يا باشا احنا مخترقين، احنا دوله محتله ورب العزه وحياه غربتي. يا جماعه انا ما بتهمش حد، انا بقول لك اللي انت عايشه ومش واخد بالك منه انتبه ليه. احذر. اعرف ان وقوفك لبلدك هو خلاص انتهاء كل المخططات اللي بيخططوا لها من 200 سنه فاتوا. ما يقدرش يحاربك غير بالفساد، ما يقدرش يحاربك غير بالجنس بالدعاره، ما يقدرش يحاربك غير بالمخدرات. ونجحوا. شوف مش في مصر بس، الرقص والعبث والشرمطه والفيديوهات الاباحيه، والنساء اللي بيطلعوا من المحيط للخليج يتشرمطوا، والروتين اليومي. افيقوا يا امه الاسلام، افيقوا يا مصريين عايشين في خرا. جننونا يا جدعان والله. يقول لك انت خاين وعميل. انت مأجور من مين؟ من اللي لعبوا علينا وخططوا لنا كل ده وفسدونا؟ هبقى مأجور منه صح؟ انت غبي وساذج، غبيه وساذجه، كاتكم هم. هقول ضلمه، اخوكوا ضلم اضيق من مؤخره الحمامه والله والعصفوره. فوق يا عم، فوقوا هتتبادوا. فوق، ده مخطط لابادتنا اصلا. القضاء على المسلمين هو العائق. شايفين الارض بيتكلبوا على المسلمين. انا اسف على انفعالي بس دمي حامي يا جماعه. ما بعرفش اسكت، انا ما بعرفش اسكت، قلبي واكلني. اسمعوا الست الحره دي، اسمعوا البنت المحترمه الجميله دي. تحيه لكل حرائر مصر والوطن العربي وكل واحده مسلمه حره. والله تحياتي ليكم، احبكم في الله. في نساء رجال والله مواقفهم رجال. اتكسف على نفسك بقى يا اللي مواقفك زباله كراجل. انت مكتوب على البطاقه بس الذكر. عيب. الذكوره غير الرجوله، والرجوله مواقف تاتي من نساء، من بنات، من شباب، من اطفال. فرجوله مواقف. ده راجل، مش الراجل انك مكتوب في البطاقه ذكر يا احا. مع احترامي للجميع الرساله واضحه، والاعراض صبات هيحسس عليها من رجال. انا مش طالعه ابعت رساله. بعلوا صوتكم شويه يا جماعه. تعملوا الفيديوهات تاكدوا ان الصوت تمام. ثواني اشغله بس، ثواني اعلي الصوت. الصوت هو اللي واطي، الفيديو هو اللي واطي. لما مؤاخذه مش صاحبه الفيديو. الصوت مكتوب. حسبي الله ونعم الوكيل. ربنا ينتقم منكم يا بعض. قلقتوا منامنا وقلتوا كرامتنا.
حسبي الله ونعم الوكيل. والله العظيم ما مسامحينكم ومش هنسيبكم. مفيش سماح معاكم، ده احنا بينا وبينكم دم وطار وعار يا كلاب. والمفروض ان احنا نرتضي ونسكت ونبلع لساننا، صح؟ لا، ورب العزة ابدا لا. وفي كتير داخل مصر، مش انا بس اللي ظاهر لكم، لا لا لا، في احسن مني في مصر في موقفي ده، بس الله غالب، ساعتها هتعرفوه احسن مني بكتير. لا مش هنسكت، لا لا، وهتتفاجئوا. لا لا اله الا الله. عيني عليك يا بلدي، عيني عليك يا مصر، عيني عليك يا أمة الإسلام يا عرب. ناكل في بعض زي السمك وسايبين الخونة الخنازير يخزوقونا كلنا. باعوا شرفنا وعرضنا وأرضنا وقاعدين عمالين نقطع في بعض زي السمك، وندافع عن ناس هم عايشين في المكيفات واحنا قاعدين نتفرج وننظر على بعض. يا أخي الكلام مش عاجبك اخرج من لايف. مش عاجبك التعامل والكلام مش جاي على هواك، استنى مصيرك واخرج من لايف، ولا اخرجي من لايف. انما تقل ادبك وتتفزلك وانت شايف الضياع اللي احنا عايشينه. يا عم انتوا ايه؟ انتوا عقول ايه دي؟ فين راسك؟ فين عقلك؟ ربنا خلقك وميزك عن دون المخلوقات يا اخي. ميزوكوا يا جدعان، اذا كان راجل ولا ست يا جدعان، فين عقولكم؟ لا اله الا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مش طالعة أبعت رسالة للسيسي ولا أتكلم عن فساد كل ده، عشان كل ده انتوا عارفينه، كل ده مش محتاجين حد يقوله لكم، يعني انتوا عايشين جواه، عايشين جوه الفساد والقرف. أنا جاية أبعت رسالة لفئتين من الناس دلوقتي موجودين، يعني أو دلوقتي احنا 3 فئات نعتبر. يعني فئة بتقول أنا نازل يوم 11/11، وفئة تانية بتقول لا أنا خايف على أكل عيشي وخايف، والفئة التالتة بتتكلم على إن الإخوان تمسك الحكم. فخليني كده يعني استحملوني ثواني. أنا مش موافق على حزبية يا جماعة. بص، كل الوجوه القديمة وكل الأفكار القديمة وكل الأحزاب القديمة وكل الناس القديمة، مش موافق حد يمسك يا جماعة. إحنا اللي نعرف نميز ونعرف نجيب. هي تقول حاجة حلوة دلوقتي بالعقل بس، يعني احنا مش عايزين حاجه من دي خلاص. احنا عايزين تطهير، عايزين اللي افسد حتى لو كان اخواني مفسد يتحاسب، حتى لو كان اخواني خاين يتحاسب، مش عسكري بس. حتى لو انا يا اخي ورايا حاجه ورايا شبهه اجي واتحاسب. هو ده القانون، هو ده العدل، هو ده الشعب اللي ياخد قراره وارادته بنفسه. انا حبيت اوضح النقطه دي، بس هي ما عرفتش تقولها او هي قالتها بطريقتها بس عشان الناس يتضح لها الامر. بس في ناس كده، لا التفكير ده مش عايزينه. احنا كلنا مصريين، مش حزبيه هي ولا عسكريه. احنا عايزين اللي يمثل الغلابه حقا، يجيبها من تحت، يكون منها ومن تحت ويتحاسب، مش يبقى جعان بقى وجاي من تحت يطلع جوع علينا. الهفذ العسكر الجعانين اللي واخدينها من 52 مستحيل. ما انت لا، احسن الافضل انك تبقى بارادتك وتحاسب اللي قدامك، ولا تفضل طول حياتك مستخدم وبديل ويسحبوك. ما هو اللي بيحصل ده بيسحبوك تبقى بديل، وده غير مقبول لاي واحد بديل عندنا في مصر. لا مؤاخذه، اقطع ديلك بقى وصحصح معايا. خلينا بس ناخد حاجه كده بالراحه. انا هغير انا واللي زيي. انا ابن البلد دي انور يا سيد. انا انزل وعيالي ورايا عيال وشغلي وبيتي هيتخرب وكل الكلام ده. طيب تمام. انت ما نزلتش وقعدت في البيت عشان خايف على عيالك. مؤاخذه، بص يا انور يا سيد، بيقول لك ايه؟ يعني انت هتغير البلد؟ انا واللي زيي ومصر عايزه الاوفياء والمخلصين، والحمد لله رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. انا وافي البلدي والديني والناس الغلابه اللي شبهي وانا شبههم وما اكثرهم في مصر. طيبة مصر الطيبة، الناس اللي بيحبوا بعض. انما انت شرذمة صعلوك خاين ابن متناكة يا انور يا سيد. لا مؤاخذة يا ابن المتناكة، اركن على جنبي يا ابن المتناكة، مش وقتك. مؤاخذة يا جدعان، بتكلم بس انور سيد هو اللي زيه. بس هم لازم تردهم بكده، تردهم كده لدينهم الكفرة الملحدة ولاد المتناكة.
ما تعملش حاجه يا ابن المتنكه، تقول خير يا تصمت يا بقره. اسمع وافهم ولا ما عندكش عقل؟ ابوك لابو اللي جابك. شو بيخشوا يتكلموا متلونين؟ ده ابن متنكه كلب السيسي ده، عبد ابن متنكه ذليل ده. انور سيد هو اللي زيه وامثاله. بشم ريحتكم من على بعد، بكره ميتين النوعيه اللي من الامثال. بكرهك يالا، ابعد عني. لا انت مش معايا يا متناك، مش معايا. ان كل اللي بنأدي فيه ده والدنيا مقلوبه والبلد بتولع والراجل بيولع في نفسه، وانت جاي تقول لي يعني انت هتغير البلد؟ ما هو بيا وبيك يا حبيبي. انما انت ابن متناكه معروف. بقولها لك يا ابن المتناكه اخرج من اللايف عشان ما ازعجش اكتر من كده. مش ناقص اعرف تناقش مع انت مش عارف تتناقش. لا اعرف انت مين من كلامك ومن نظره عينيك ومن اسلوبك الفيك. اتعلمنا خلاص. يلا روح اتكلم الكلام ده مع حد تاني يا سلبي يا جزم يا اللي بتزرعوا في قلوبنا السلبيه. لا البلد تغيير يعني تغيير بيا وبيك. ذليل صحيح، جبان ضعيف جرز، كرامته اتهانت وطلع يقول لك معرفش ايه. كلامك واضح من اول ما قلت. انا ليه اتنرفزت عليك يا خول؟ بقول لك يعني انت اللي هتغير البلد. شفت بيبص لي ازاي؟ نظره الدونيين والمعرصين اللي حاكمينها. يا بشمكم من بعيد يا متناك يا معرص. علم مشمومه. كملي يا اختي معلش. اسمعوا كلمه الست الحره دي، البنت الجميله. طب انا هسألك سؤال بالله عليك بما يرضي الله. انت وانت بتنزل ابنك او بنتك الصبح للمدرسه، اسمع يلا، انت مطمن انهم راجعين؟ لا مش مطمن. شوف انا واللي زي بقى من الاحرار والحرار اللي نقدر، ودول حفنه. خليك حزب جنبه زي احمد جمال. روح اسمع احمد جمال، ها خدام الصهاينه، عبد ذليل. اسمع إيلي ديكل قال ايه على السيسي، ها الجنرال الاستخباراتي بتاع اسرائيل يا متناك يا خونه. كملي. انا واللي زي بقى من الحرائر والاحرار. اسمع الست دي يا جزم. مطمن؟ مش خايف يقع عليهم سقف، ولا مدرس يتحرش بيهم، ولا حد يطلع يقتلهم، ولا المدرسة تقع؟ مش خايف؟ عايشين. طب بلاش ده. طب مش خايف لو ابنك عيا او بنتك عيت؟ عايشين. لو دخلت مستشفى انت ضامن ان ابنك او بنتك مش هيطلع بمرض؟ بيخش يعمل لوز وبيطلع فيروس سي. ما شفتش الحالات دي؟ شفتها. طب ما شفتش ناس عيالها بتخش وبتطلع جثث؟ لا بياخدوا خايف على ايه؟ اعضائهم. خايف على ايه؟ ادي مستقبل عيالك اللي انت خايف عليه، اللي انت مش عايز تنزل وبتقول انا مش نازل 11 سنه خايف على عيالي. اكل عيشك ايه في البلد؟ الجيش ما اخدوش والناس بقت مش لاقيه تاكل. لسه واخد صفقه الدواجن، خضار، سمك، مجمده، بيبيعوا كل حاجه وموتوا الكتاكيت. مفيش حاجه حراميه، اي حاجه انت بتشتغل عساكر فيها. معرصه، لو بيفتحوا في شافوا إن جمبري. هي بتدخل جنيه زياده يبقى مش من حقك. موسم عشان الجمبري. انت درجه ثالثه، فريق اول خط الجمبري يا فندم. الناس دي في اي دوله في العالم الناس دي بتشتغل عندكم. انتوا فاهمين؟ الناس دي موظفين عندكم. صحيح. انا عايشه هنا والجيش ما ببريطانيا. بيتدخلش في الاقتصاد تمام؟ ولا في اي حاجه. انا لما كنت عايشه في مصر، انا لسه جايه ما بقاليش كتير، انا راحت لما كنت إنجلترا. عايشه في مصر انا اتبهدلت بهدله. بنت انا شفت اسمع. اسود ايام حياتي. البلد هنا في حاجه بس صغيره، معلش انا اسفه انا انطلعت عن الموضوع، بس في حاجه صغيره بس عايزه اقول. لا مش ده الموضوع اساسي. انا جيت هنا ما كانش معايا فلوس، ما كانش معايا اي حاجه. البلد اسمع. دي انا قعدت في البيت، مستشفيات ببلاش. المستشفيات اللي ببلاش، اسمع. المستشفيات اللي ببلاش انضف من انضف مستشفى خاص عندنا في مصر. تحياتي ليك. الراجل حرق نفسه. ومين الشرطه اللي بتهد لقمه عيشه وما جابتلوش البديل؟ الدوله، بما يسمى انها دوله بقى، ما مخطوفه وشبه دوله ومنظومه عصابات حكمها. تحياتي ليك. تقول لك ما معاش فلوس. مستشفيات انضف من المستشفيات الخاصه اللي عندكم، المستشفيات الحكوميه. ودي حقيقي يا اختي معاكي فعلا. كل الناس اللي خرجت بره هتقول لك الست. هو ده الوعي يا جدعان، هو ده العيشه اللي عايشين. انما تقول لي ارتضي ونعمل ايه وانت اللي هتغير البلد؟ احترم نفسك يا انور يا سيد. خيشة انفعل عليك. ها انا قرصت عليك حتى لو انت
مع السيسي. ركز في الكلام. لو انت خلي عندك امك دم يا ابو الباس مقطع يا اللي واكل فتات الحرام وبتحرص. كفانا تعريص، كفانا الاحسن. احنا ام التعريص، مصر ام التعريص في الكون للحاكم الظالم. احنا اللي ادينا الدروس الخاصه والعامه لكل العامه في الكون. مصر ام التعريص، كفانا تعريص يا ناس. المعامله معامله بني ادمين. صحيح. سيبوا الفلوس على جنب. بني ادمين اللي خايف ينزل وانت ماشي في الشارع. كام واحد مصري ما تهنش من حته ظابط معفن. كس امك على كس طبعاً ام مع الداخليه. محترمين. بس انا بتكلم على الناس الوسخه. وما تهنش قدام ابنه ولا قدام مراته ولا جه امين شرطه ضربه على قفاه قدامهم. ده عادي ولا ايه النظام؟ انت كده خايف على ايه؟ طب اهو مفيش اكل، مفيش الميه خلاص، عندك مشكله انت معاها. اوكي، تعليم زي الزفت، صحه زي النيله، سرقه، قله ادب وبجاحه. في إيه؟ خايف من ايه؟ ماشي شيلنا دي، انت اهو حياتك كلها اوريدي متدمره. وفي اللي بيروح ينتحر. طب ما بدل ما تنتحر وتضيع حياتك انت على الفاضي، انت مت ولا عملت اي حاجه وعيالك زي ما هم متبهدلين وهيتبهدلوا، واللي جاي هيتبهدل اكتر ويتهان ويتضرب بالجزمه. احنا عايزين كرامه. كرامه اولا. يعني كرامه. الناس اللي عايشه بره يا جماعه شافت يعني ايه كرامه، يعني ايه البني ادم بيتعامل بني ادم. احنا بنتعامل كلاب واحنا مش كلاب يا عم. احنا ربنا خلقنا احرار. احنا ليه حابين ان احنا ناس تيجي تستعبدنا؟ عشان في ناس في وسطنا بهايم وناس كلاب. عشان ايه بيتجاب يا اختي اقول لك الحته دي، عشان في وسطنا بهايم والله. بص بيقلقوا الصنم. ها هم ناس عايشه حياتها مستكلبه. ها جينات في عروقهم. يا عم ابعد عننا بقى وسيبنا نحرر بلدنا بقى. ما لولا انتم ما كانش بقى السيسي. لولا انتم ما كانش العسكر فشخنا كده وفشخ بلادنا وباع على اللي يسوى واللي ما يسواش. لولا انتم ما كانوش هانوا ولادكم في الجيش وهانوا جيشنا. لولا انتم ما كانش اللي يسوى واللي ما يسواش يلطش لنا بره عشان تبعان جوه. الكرامه يا ناس مش الجوع والاكل. انتفض اولا عشان كرامتك لدينك ولوطنك ولاجيالك ولمخدراتك ولحياتك. اعرف قيمه الكرامه. ارجع للحريه ولو مره. قلت كل حاجه بكل كرامه وقلت كلمه حق في رايك من 2011 ل 2013 قبل الدم. كملي يا اختي. حسبي الله ونعم الوكيل. هتجيبوا لنا جلطه. حسبي الله ونعم. مش قادر اسكت. هتجنن. بيتجبوا علينا بلقمة عيش. اصلا حقنا بيتجبوا علينا بفلوسنا. وفي الاخر بتتكلموا بتقولوا ايه؟ خايفين من ايه؟ هو العمر واحد. جدعه. محدش هيموت ناقص عمر. حرة يا بنتي والله. تاني حاجة الاخوان. يا جماعة احنا دلوقتي مش محتاجين نتفرق. انا لا اخوان ولا ليا في الاخوان ولا اصلا مش كده. كنت مع ما حكم برريش الإخوان ولا مع السيسي. اخواتنا الاخوان زي يعني المسيحيين. اصلا من البدايه لا كنت حابه حكم اخوان لان انا عارفه ان حكم ضعيف وهش واي كلام. اوكي مش اي كلام. هو شعب طيب. هم من الشعب ممحونين. محن المصريين. ما ينفعش في السياسه يا جدعان الطبطبه. معلش يعني يقبلوها مني الاخوه المسلمين. الشباب والناس الطيبين اللي عارفين دينا. معلش اقبلها مني. قيادتك كانت كده. ما ينفعش طبطبه. وانت عارف يا الشهيد محمد مرسي الاخطاء وعارف وحذرك. فك الله كربه الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل. ما الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل حذركم يا ناس ما سمعتوش كلامه على الشاشات. حذركم وقال السيسي ممثل عاطفي. قال كتير واحنا انا انتبهت ليه نوعا ما. بس قلت الراجل ده عمل في مسار لوحده وانتبهت لكلامه بس برضه ما خدتوش تأكيد للأسف. فعلا هو عراف الثورة. حكلنا عن الناس دي وكل اللي فينا هنبقى مسخرة الأمم وضحكة العالم. الراجل ده فك الله كربه يا جدعان. الراجل ده اتحبس بالكتاب بتاعه. حازم صلاح ابو اسماعيل
فك الله كربه حفظا للقبه الشيخ الدكتور حازم صلاح ابو اسماعيل، محنك دينيا وسياسيا، عارف دينه كويس، اتحبس بكتابه اين الطريق. واخد بالك اين الطريق. كان معاه كل حلول مصر بالشرع وبالدين وما كانش هيمنع حد، وطلع عمل مناظرات في التلفزيون لكتابه وروج عن افكاره اللي كلها عدل، اللي كلها حق، اللي كلها اخلاص للوطن، والله مش عشان شخص يا جدعان والله، بس المشروع بيبان يا جدعان. هو اتحبس ليه دلوقتي وبكتابه؟ يبقى الراجل ده كان صح، الراجل ده كان رايد الخير للبلد. هي بتتحسب كده مش شخص. انا ما طبلش الاشخاص، لو حازم ابو اسماعيل فيه انا بقول على الاخوان فيهم واخطاوا في كذا. الحق حق ما يزعلش، يقول لك الحق ما بيزعلش، لا بيزعل الناس، حتى اللي معانا في الصف بيزعل الناس. كملي يا اختي. دي رساله كنت عايز اوضحها، فك الله كربهم الشيخ حازم صلاح والشيخ محمود شعبان، وكل حر وصاحب راي وصاحب كلمه حق، ربنا يفك كرب كل صالح فيها، والظالم اللي فيها من الشعب يا رب يحشرك مع السيسي وقريبا ان شاء الله. مش هنسكت عليكم. لا تراجع على استسلام يا مصري، كن اقوى. انت بتتحمل الجلد، انت اكتر شعب بيتحمل الصعاب وعاش. شوف بيقول لك زي سوريا والعراق، انت اتحملت اللي اصعب من اللي بيعيشوه سوريا والعراق، اخواتنا وناس. فوق ولازم التغيير وحتمي. كملي يا اختي حر. ولا العسكر تاني، لان احنا اصلا عملنا الثوره الاولانيه 25 يناير عشان ولاد الكلب العسكر يمشوا. انتوا جبتوهم تاني عشان واحد عرس، اسفه في اللفظ، لا وعرس طلع كبير قال لك احنا نور عيوننا. نور عيوننا ايه يا عم؟ ده انت عميت ابونا، فشخت هو اللي في إيه؟ يخلفونا وانت عميت ابونا بس. اخوان مين ومسيحيين مين ومسلمين والله. مين؟ والله انتوا بتتكلموا في ايه دلوقتي؟ انتوا سايبين